مجدي النهارده عايزين نظبط بقى موضوع الحلقة. ماشي انت جاهز؟ جاهزين. يلا بينا توكلنا على الله. يلا يا استاذ سامح. سامح. سامح ايوه يلا يلا الراجل نريك هيبدأ. بعد اذنك عشان نتكلم في البوينتس. طيب حاضر يا جماعه، ثواني بس بعد اذنكم لو سمحتوا. يلا بس حبكتش بسرعة دلوقتي. طب بسرعة يلا بسرعة. يلا انجز حالك يلا. انجز حالك. مش معقول كل شوية شايف يعني ما بجد يعني الموضوع بقى رزل. يلا انجز يلا. ايه ده؟ معقول؟ سخافه ايه ده في دي كده ايه؟ سخافه. جت عليك. خلاص معقولة خلاص يعني؟ يلا يلا نبدأ، يلا يلا. بجد يلا بقى بينا نبدا. نبدأ. يلا صدق اللي قال الحياة زي السكالانس. هو محدش قال، احنا اللي قلنا. واللي ما يعرفش السكالانس هو اي حاجة على حاجة تمشي، يعني قهوة على الشاي شغال، حلاوة بالقشطة وماله. وحتى في حياتنا كل يوم حاجات بتحصل مختلفة وبندردش فيها سوا، وده اللي احنا هنعمله. احنا جايين نحكي. مساء الفل يا جماعه. النهارده يومنا طويل قوي عشان احنا هنتكلم على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بالنسبه لمجدي وبالنسبه لكريم وبالنسبه لسامح. اهلا يا مجدي. الحمد لله. حبيبي. الراجل ده عمال أكيد بصي موحشني. مش طايق عمال يروق عليك انا من اول حاسس بيه. الحلقة. ايوه انا حاسس بيه. أنا بس بدون مشاكل السوشيال ميديا. راجل مذيع عمال يمركز. أيوة مالي طبعاً. مركزه ايه يا عم؟ والله ناقص يجرب. انت تعرف تعمل زيه كده والسوشيال ميديا زيه كده؟ السوشيال ما ميديا. تعرف والله ما السوشيال تعرف. ميديا. هو بص، هو النهارده بس سيبك منه. النهارده هو جاي عايز ايه؟ عايز يدي افيهات. ماشي بس ليه رؤى يعني. حلو. طب اه اقول لك يا سامح، انت مثلا اول معرفتك بالسوشيال ميديا كانت عامله ازاي؟ اول معرفتي حاجه بالسوشيال عملتها ميديا؟ مثلا ياهو. مين ما عملش ياهو هوت ميل، والشات اللي كان بيبقى على الياهو ده تخش رومز وبتاع وطبعا كان في بقى شات بقى تاني من نوع تاني غير الياهو، غير الهوت ميل، اللي هو الشات اللي بيبقى في سايت كده بتبقى تعبانه شويه، طبعا لا في صوره ولا في اي حاجه، وفي الاغلب بيطلع ولد يعني من اغلب الشات يطلع بتبقى- جاي قصدك في بتبقى الاخر. يعني اي هو فعلا كان انت ما بقى، تعرفش هو انت اشتغالات، بتكلم انت ما مين. تعرفش انت بتكلم لا مين، في صورة ومفيش ولا اي اسم دليل على على ان انت بالظبط. ولد او بنت. بالظبط. لا بتتكلم فويس بقى أنوثة. طبعا، ولا كاميرا ولا اي حاجه من الحاجات دي. صحيح. فطبعا الواحد يعني كان بيتدب على وشه كتير قوي، وفين وفين بقى لما كنا بناخد ارقام الموبايلات دي. يا كانت ده بتبقى لقطة خطوه طبعاً. متقدمه في طبعاً. حاجه في الشات. صعبه. طبعا قصه. حاجه صعبه وفاكر جدا. انت برضو في الياهو كان في شويه حاجات بتطلع كده تعملها على الشاشه، تدوس على مش عارف شفاف تدي بوسه، حاجات زي الحاجات كده. المسخره اللي كانت بتقعد والباز تطلع اللي دي. بيخلي البتاع تقعد تك- تك- يتهز تك- رخيص تك- قوي يا مجدي، والله كان شغل رخيص قوي زمان. ما كانش في حاجه تاني. ده كانت حاجه جديده يا هو راجل. ده أيوة، بالنسبه لنا، ده هو كان ده اختراع. العالم اصلا العالم اللي صحيح. خش فيه ده. وبرضه انا فاكر ساعتها كان من ضمن الحاجات، طبعا انا اول ما عملت اكونت مش فاكر كان اكونت على الفيسبوك، يعني كان تقريبا 2009 2010 حاجه كده. كنت فاكر بقى ان كان في برامج شات زمان. في برنامج اسمه نيم باز لو تفتكروا، كان نيم باز؟ لونه اورنج كده او برتقاني، وعلامه زي كده او ان مش فاكر. ممكن اكون حضرته بس ناسيه. والاي بادي. اي بس بادي خلي بالك طبعا. كان في حاجات كتير. كان في حاجات كتير. بادي ده من فاكره كده أول كده. البي بي ام يا معلم، لو حد فاكر. والبي بلاك بي ام بيري. قبلهم ده كمان. أصلاً هو صحيح. ده. حد فيكم حضر بي بي ام ايام ثانويه عامه؟ يمكن انا وانت حضرناها لما كان موضوع الغش بيسربوا الامتحانات أيوة انا أيوة. ما اعرفش الحوار ده كان بيحصل ازاي. يعني كان انا في الامتحانات دفعتنا بتروح على بس ال- انا ما كنتش حضرت بقى لسه اللقطه دي، لان انا كنت ساعتها في الجامعه بقى خلاص يعني. ايوه صح. انت فما راجل كانش عظمه بالنسبة لي- كبيره انت. فانت فما عظمه كانش كبيره. اعترف ان انت بالنسبة عظمه كبيره. اه اعترف ان انت عظمه ما كبيره انت قرعه كبيره يا فحضرتش. كريم وسكين عادي يعني لا. مش اصلع مشكلة. خلاص. اصلع وخد وليس كبير اقرع. وسكين. اصلع وليس نلعب اقرع. إخوات. وحجم كبير كله وسكين. نلعب اخوات إيه لعبة خلاص. إخوات؟ نغير بصراحة الموضوع. بص يا مجدي بصراحه يا اخواتي. انا مش طايقه بصراحه. انا بصراحه مش طايقه بامانه، بس عشان ايه؟ عشان بس نرجع الواحد للنيم صريح مع باز. الناس. عشان كده مش قاعد جنبي على الكنبه عشان مش طايق. احنا نغير الموضوع خلاص. بس احنا نرجع. نرجع للنيم باز ده. برضو كان بيبقى عليه رومز وبتاع، وتخش بقى الروم انت مش عارف اي حد جوه. خلاص انت كده كاتب اسمك زورو وما اعرفش مين او اي يعني مش مهم. زورو، ايوه اي حاجه زورو. اي حاجه بقى عصفور ساعتها. عصفور قلب الليل الناس. الحزين. ورد بلا شوك. بالظبط. تفضل تتكلم مثلا، تتشات مع اي حد، وتفضل مثلا لو انت بتكلم بنت وبتاع، انت فاكر ان هي بنت، تفضل تتشات مثلا 7 شهور، وفي الاخر تكتشف ان هي مش بنت ولا حاجه. واحد اسمه واحد. علي وساكن في أنا شبرا بقى الحوادث دي كانت موجوده كتير قوي، تقعد بالشهور فعلا وفاكرها انها بنت وبتاع. ما او يا اما فيش. تطلع يعني وحشه جدا يعني، او عارف كبيره اللي هو- في السن. أو كبيره في السن يعني مثلا. ما انت مش عارف أيوة هو مين أيوة. اصلا. فبتبقى بصراحه واحنا كنا الموضوع بنحور مؤذي برضو. نفسيا جدا يعني احنا انت مثلا انت كنت بتكلم حد صحابي. وبتحور عليه. اشتغلهم وبتاع. يعني تقول له مثلا انا مش عارف رئيس مجلس اداره شركه ايه في بتاع وبقى لي مثلا 3 سنين ماسك الشركه وحاجات زي كده. لا كنا نقعد نشتغلهم برضه، ما حدش شايف يعني. بس انت عارف ايه كانت اكتر حاجه بتخليني يعني ياهو او الهوت ميل في الاول
انا كنت دايما معتقد ان انا هيجي يوم بقى، واليوم ده هتبقى حبيبتي هتيجي من هنا، هتيجي من المكان ده، من الياهو او من الهوت ميل او الكلام ده كله. فده بقى كان واخد مني فتره كبيره من عمري، لان هو ما كانش فيه غيره تقريبا يعني. كان في الوقت ده هو بس شويه كده حاجات على الهارد، فيديوهات قديمه وبتاع ومش عارف ايه. فده كان فيديوهات ايه بالنسبه بالظبط؟ لي مش عارف انا لقيت استو- هارد وفيديوهات ايوه بس دخلت استوقف فجأة لحظه، ماشي فيديوهات ايه بس ماشي؟ فيديوهات بقى بتاعت بتاعت ايه بقى؟ يعني فيديوهات بقى بتاعت بتاعت الزمان، مين؟ فيديوهات يا هشام كريم، ماجد فيديوهات بقى. صح بقى بقى فاهم؟ دول مثلا كانوا بينزلوا بالظبط. افلام آه. وبتاع ايوه صح عشان ما صح. كان الكلام كان ده موجود كله. ايام هوت ميل وجيميل. كان موجود. ما هم دول نزلوا يا جماعه دول اول حاجه طب ظهروها انا اول اقول حاجه لك نزلوها هقول لك اصلا على ورق حاجه. الايام دي. الفيسبوك كان الكلام ده في اول الالفينات. الفيسبوك اول ما ابتدينا نتعامل معاه، انت كنت بتعرف تفرق ما بين الشير وانك تعمل بوست ومش لا عارف لا ايه. لا 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 لا. انت داخل عالم مش فاهم ايه لا، لا، العالم ده، انت بتحاول صح. تستكشفه اصلا. صح. ولو تفتكر زمان هو كانش فيه بقى حوار الايموجي، هي اللايك واللايك كانت لايك واحده بس، لايك مفيش صور بقى هارت حزن مش هو لايك، هو حط لايك، صح. صباع لايك ما وخلصت على كانش فيه كده. الكلام ده كله. ما كناش بنستخدم ايموجيز وعايز اقول كنا بنضيف اي حد، يعني طول ما انت ماشي بتضيف، انت بتكون صداقات بقى. حريم رجاله، انت انت مش عارف عارف ماريو اللي ماشي يلم في تبعت. كوين، انت ماشي تلم في أيوة اكونتات. عشان نبقى انت- واضحين، كله كان متارجت بنات، عشان بس لا نبقى واضحين والله في عادي. الموضوع ده. بص يعني أصل هو انت هو بتبقى مش هنكذب متارجت- يعني، هو كان معظمهم متارجت بنات. طب ايه طبيعي. اول صوره تفتكرها حطيتها بروفايل بيكتشر عندك في لا الفيسبوك؟ دي فضايح دي، أنا وموجوده كنت- لحد دلوقتي. والله أنا عايز العظيم أقول انا لك والله موجوده. ما شلتها. انا عايز اشيلها، مستعر منها جدا، بس اقول لا ما ينفعش. ده انا ده التاريخ عندي واحد جزء من صاحبي، التاريخ. ده قذر. لازم، مع اني دخلت مساحه كميه حاجات عندي واحد فلترت الا صاحبي دي. يعني طبعاً يعني مساء حد- الفل يا ناصر. ناصر ده حبيبي واخويا من واحنا يعني في الجامعه، ومن اقرب الناس ليا. يعني عايز اقول لك بقى، مسك لي الصور بتاعه البروفايل بتاعه الفيسبوك من اول ما عملته، وشغال بقى اول ما طلع الهاها. عارف بقى ايه، بيرمي هاهات على الصور كده. المشكله ان الحاجات دي بتطلع اصلا للناس، يعني مجرد ما أما حد بيتفاعل بترجع تدوس عليها تاني لا بتظهر. بتطلع بقى، بيطلع مثلا لحد عنده او حد عندي ان ايه، هو عمل هاها على البوست بتاعي او الصوره حاجة بتاعتي، فيخش يلاقي هاها ويلاقي صوره بقى كنت انا عامل فيها كده مثلا او حاجه. يا معلم اول صوره كنت مصورها، يعني مش عايز امثلها، بس شكلي كان شاف ورايا كوفرت وطالع على الحيطه، حاجه قرف. لا انا فاكر ان انا كان في صوره صورتها، كان عندنا كده في زي بوستر على الحيطه او زي صوره كبيره كده خلاص، وانا كنت في ثانويه عامه وبلبس نظاره وبتاع، رحت ايه عامل ايدي كده خلاص ومريح كده على الحيطه وبتاع، عامل كده. بوستر عمرو دياب. وموجوده لحد دلوقتي على الكوميدي كمان في الموضوع ان انا زمان لما كنت بقعد مثلا اعمل لايكات وكومنتات للصور زمان، فكان بيبقى اغلبها بتبقى بنات. فطبعا انا ما كنتش متخيل ان الكومنتات واللايكات دي بتظهر يعني مثلا لحد تبعي، مثلا اهلي والناس اللي موجودين معايا على ده كان بيتفضح يعني. على الاكونت. كل الناس طبعا بتتفرج عليك وتشوفك انت بتعمل اقول لك ايه. بقى بيتفرجوا عليا وكومنتات. انا كنت بقول كومنتات بصراحه جريئه شويه يعني. يا نهار ابيض. طبعا. فما كنتش عارف ان كل ده متذاع، كل ده لو متشاف. فطبعا قول بقى نذيع. كان فطبعا كان منظر عره. وطبعا اهلي بقى طبعا كانوا بيعلقوا لي على الموضوع ده، فبقيت اخد بالي وقعدت قافل شويه كده من حوار الفيس دوت. طب ردا بقى سؤالك سامح ده، انا عايز اسالكوا سؤال كده انتوا الاثنين، قولوا لي يا ترى شايفين حاليا في اللي احنا فيه ده ان يعني في خصوصيه في السوشيال ميديا؟ شايفين في اي خصوصيه؟ لا بصراحه كفايه الناس بتبقى عارفه اللوكيشن بتاعك ممكن يبقى فين. كفايه ان انت في اي وقت بتبقى مثلا بتعمل اي حاجه بتاع مش عارف ايه، بتبقى الناس عارفه انت بتعمل ايه. زي موضوع مثلا لو انت زي عايز موضوع. تشتري حاجه، تشتري مثلاً- بنطلون ولا حاجه، مثلاً فتلاقي ده في اعلانات حوار بقى هدوم السيرش. بتدور طلعت على لك شغل مثلا، فانت بتبدا تلاقي الناس كلها اللي حواليك بتبقى عارفه ان انت بتدور على شغل. طبعا مفيش اي نوع من انواع الخصوصيه. صح. وفي ناس بتعمل الموضوع ده كمان متعمده، ان هي تصور نفسها طول الوقت، تحط صورها على لا بس دي نقطه ده دول ثانيه، بيكسروا بقى خصوصيتهم بايديهم، هم نقطة عايزين تانية. يعرضوا بالظبط. ده. انا اقصد ايه بعدم خصوصيه؟ يعني ممكن نقطه فعلا زي ما انت ومجدي قلتوها دي، فكره مثلا انت سي مثلا بتسيرش انك عايز تسافر مرسى علم، دهب، عايز تسافر اي عايز حته. اعرف حد وبلاقي لا الناس سيبك كلها انك تعرف عارفة في حد، الأول انت وفي الآخر. بتلاقي ان الفيسبوك على طول اعلانات شغال، بيطلع لك بيجيب لك اعلانات مش عارف وبوستات توصل على السفريات، مش عارف إيه. يا عم بلاش، عايز تشتري اي حاجه، سرشت على اي حاجه، اتفرجت على حاجه، تلاقي خلاص هو على طول. ده انت حتى لو موبايل جنبنا وبنتكلم عملت السيرش تلاقيه بيسمع وبيجيب لك حاجات. الموضوع بقى مرعب، صح. موضوع مرعب أنا بصراحة بشكل مش الموضوع طبيعي. فعلا مؤرق بصراحه جدا يعني. غير ان لو تفتكر من فتره الابديت بتاع الواتساب لما جيت عمل، قال لك ان هو يخش على الكونتاكت بتاعت المكالمات بتاعتك والرسائل. ايوه والابديت بتاع الاي ومش او عارف اس الابديت كان في الابديت صح ويسمع ويخش كمان على المايك بتاع موبايلك ويسمع. زي الموضوع في كارثة. ابل برضو الاي او اس كان فيه، مش فاكر الابديت بتاع اي او اس 17 ولا مش فاكر 16 مش فاكر يعني، كان في اوبشن كده ان انت تسمح للابلكيشنز ان هي
تاكسس الحاجات اللي عندك، الصور والارقام والداتا بتاعتك على التليفون او لا. يعني انت في ايدك الاوبشن ان انت تمنع عنها الداتا دي خالص او تسمح لها بيها. فمعنى كده ان هم بياخدوا الداتا دي وبيستخدموها بشكل ما. انا عايز اقول لك بدون ذكر يعني عشان ما اقولش اسم الابلكيشن خلاص عشان ما يحصلش مشكله. في اب انا في مره جيت انزله طلب نفس الاكسس رفضتها ما رضيش مم. ينزل. مم. ايوه اللي ما هو بينزلش. والله ما بقى. بهرج ما ايوه رضيش ايوه ينزل بدون ايوه. ذكر اسم الابلكيشن ده ايه بتاع او بتاع ايه اصلا. انا عايز انزلك، طب انا فعلا محتاجك وهتفيدني في حاجه، مش هنزل غير لما توافق لي على الاكسس. وافقت هنزل تمام واشتغل عندك، مش هتوافق مش هشتغل. هو بيبقى عايز يسحب داتا اللي هو يا معينه. نهار اسود ايه ده. هو انا ما الموضوع اعرفش قوي مرعب. في الموضوع، بس هو الموضوع فعلا ده مرعب. اللي بيحصل. الموضوع فعلا بجد يعني لا لا ده اللي مرعب. بيحصل. مرعب وداخل في سكك غريبه جدا جدا بصراحه. موضوع سخيف. طب ما تيجوا ننقل لحاجه تاني، ما نتكلم عن المواقف الكوميديه والمضحكه اللي حصلت بقى بسبب السوشيال ميديا. يعني حاجه كده تكون حصلت معاكم ومش قادرين تنسوها بقى لحد دلوقتي، يعني كانت حاجه كده فارقه يعني. يعني انا مثلا افتكر كان على الفيسبوك لقيت حد مثلا باعت لي ايه، حد عمل لي اد وبتاع، تمام مفيش مشكله، راح باعت لي على الخاص ازيك عامل ايه، تمام الحمد لله، طب بتشتغل ايه مش عارف ايه، اللي هو بيتعرف يعني. والكلام ده ما كانش من بعيد، كان مثلا من سنتين 3. تمام انا كل ده مش ايه، ما فيش مشكله عادي. لحد ما جه بيقول لي ايه، بيقول هو انت رجلك حلوه. ايه ده؟ وانا فضلت قاعد كده رحت ايه مدي البلوك التمام. يا نهار اسود. فده كان من المواقف الغريبه اللي حصلت موقف القذرة وطلعته الغريبة. مسرح اصلا بعدها على رحت واخد بقى سكرين شوت ومنزلها عندي على الفيسبوك. اه حصل معاكم مواقف زي كده مثلا؟ بصراحه كتير قوي ان انت مثلا تكون بتكلم حد لسه كنت بقول لك وتلاقيه ان هو واحد هو اللي بيكلمك. تلاقي اكونت مثلا بصور واحده وبتاع وتخش تعمل مثلا فولو او يبعت لك مثلا ريكويست او بتاع وانت بتقبله، وبعد كده بيتغير بقى الشكل بقى خالص، يطلع بيبقى فيك. يطلع فيك ويطلع ان هو واحد وبتاع. ودايما بيحصل الكلام ده. بصراحه كان معايا سخيف جدا، بس انا يعني بالنسبه لي مش مشكله قوي لان انا ما بدوسش قوي بصراحه. هو في حاجه حصلت معايا، كان في مره ريل بيتكلم على حاجه قصه الشباب يعني فعجبني. فالمهم رحت ايه، انا عايز اعمله شير بس عايز اعمله اون مين انا بس ماشي. اللي اشوفه. رحت غصب عني عملته بابليك اه وسرحت وعادي وقافل. وانا مش من النوع اللي بفتح دايما السوشيال ميديا على الموبايل وبتاع كومنتات بقى ايه يا عم كيمو ايه الحوار ده ومش عارف اللي هو انت ايه ده بتدور. اللي هو ايه ده وانا اللي كنت فاكرك كسفت مؤدب. فشخ فاهم. حرفيا اللي هو اتحركت. لا كان موقف سخيف جدا جدا. ايوه صح. بس كمان برضو لو لاحظتوا ان السوشيال ميديا اثرت برضو في فكره ان المناسبات لما مثلا بيبقى حد مثلا عامل عزاء او مناسبه مثلا عيد بتاع، فبتلاقي الناس كلها بتعلق على على فكره الموضوع ده انا بكرهه جدا. يعني ايه أيوة مثلا طبعاً. يبقى انت عندك لا قدر الله حاله وفاه وتلاقي حد جاي يقول لك البقاء لله في كومنت وخلاص وما والموضوع يكلمكش انتهى. والموضوع الموضوع خلص انتهى. والموضوع انتهى على كده. وتحس ان هو كمان حتى اثر في يعني انت ليك حياه حقيقيه. الحياه الحقيقيه اللي انت عايشها دي اللي هو انت بتقابل لا الناس وانا بتتكلم بحسها معاهم برضو بتتعامل معاهم. بحسها برضو تقدير. يعني ما ينفعش حد مثلا يبقى قريب منك ويحصل ما عندك ظرف او هو موقف او حاله وفاه عرف يا مجدي بقى موجود وخلاص للاسف. الف سلامه يا هو عرف باشا. بقى موجود للاسف، يعني هو للاسف بقى موجود وبقت الناس كلها بتقلده، والاجيال اللي جايه طبعا شافته قبل كده، فهتلاقي الموضوع كمان قل. مش هيبقى بس- مثلا ممكن تنزل بوست عزا ومحدش يعزيك اصلا. بس اقول لك حاجه، انا شايف ان في ميزه صغيره من الموضوع ده بعيد عن نقطه الهبل اللي هو ايه. انا قلت لك البقاء لله ما جيش تعاتبني خلاص. انا قلت لك البقاء لله على البوست. زمان لما يا عم قبل السوشيال ميديا ارجع مثلا ب 20 سنه لورا ولا حاجه، لما كان حد يتوفى كانت مصيبه ان مثلا حد في البلد بقى ومش عارف ايه مين يكلم مين ومين، وفي ناس روح ممكن هوب تسقط. عربيات ورحت له. لا وممكن مشكله في ناس تسقط ان انت مش هتعرف تكلم كل الناس. وبالاخص مثلا انا مثلا لو عندي حد اتوفى مش هبقى فاضي بقى اقعد اكلم خلق الله واقول لهم مثلا انا فلان عندي اتوفى وما اتوفاش ويدعوا له، فاهم قصدي؟ فهو الميزه في ايدي دلوقتي انا بحس ان انتشار اسرع، ان انا هعرف الناس حتى لو مش محتاجك عامل انك ماشي تجي تعرف هتقرا لي الفاتحه. الناس تعرف. بس مم. بعد ما الناس ما تعرف بقى، يعني لو انت تخصني وبتاع وانا تمام. بقدرك، ما انا هكلمك، ده ممكن اجي لك كمان. يعني على الاقل اكلمك في التليفون اقول لك مثلا الف سلامه اطمن عليك. يا معلم ماشي انا معاك، بس هديك مثال. انا مثلا كان في 2011 تقريبا كان جدي توفى الله يرحمه. انا ساعتها كنت نزلت بوست. انا لو ما كنتش نزلت بوست انا من النوع بقى مش هقعد اتصل بعمرو واتصل بهشام واتصل بفلان يا جماعه انا جدي. انا نزلت الناس عرفت عزت، بس خلاص صحابي اتجمعوا بداوا يعرفوا بعض الحاجه. كريم نزل كذا كذا فاحنا جايين نعزي. فانا بتكلم على دي البوينت الوحيده اللي شايفها ايجابيه من الموضوع، ان هي بانتشار شكل اسرع. ماشي انا النقطه اعرف دي ناس ايجابيه، هي بس أكيد الفكره ليها بقى في رد إيجابيات الناس. وسلبيات. هو الموضوع بس مش هي كله سلبيات سلبياتها عشان نبقى بصراحه انتوا عندكم حق. سلبيتها في رد الناس بقى. اكتر سلبيتها اكتر من ايجابيتها. بالظبط. اللي هو خلاص انا عزيت
انا كده خلاص بقى مفيش بقى فكره ان انا اروح أيوة. واجي بس أيوة. اصل فكره كمان الواجب والاصول بتبدا مع يعني مع ممارسات زي كده، بتبدا مع الوقت انها بتقل وما بتبقاش موجوده كمان. طبعا دي من ضمن الايجابيات طبعا زي ما كريم كان بيقولها بالظبط. بس فكره ان انت ما فيش اي تفاعل ان انت تنزل وتروح وتسعى ان انت تعمل حاجه زي كده. زي برضو حتى كمان فكره العيد ممكن يبقى عيله واحده بيهنوا بعض بس مجرد على الفيسبوك او على الجروب بتاع العيله، لكن عمرهم ما ما يتقابلوا بيتصلوش ببعض، صح. وما يتصلوش وما يتقابلوش هو موضوع كمان. المقابلات ده كده كده ما بقاش، ما بقاش موجود يعني طبعا، عارف لو مش زي الجد الاول او طبعا. الجده مش ما بقاش موجودين، ما موجود بقاش الناس تتجمع بالظبط. زي زمان. خلاص دي حقيقة، الموضوع ده دي انتهى حقيقة. اصلا. بقول لك انت بتبقى قاعد مثلا في البيت، انت ماسك الموبايل وهو بيبقى قاعد في البيت ماسك الموبايل، واخويا قاعد في الاوضه بتاعته، ومثلا مراتك قاعده في الاوضه الثانيه، معلم ونبعت ده لبعض ده على زي الواتساب. الأكسجين. فتبدا تلاقي بقى تلاقي اكسجين اكسجين والله، تحس الناس فعلا صح. بتنفسه زي واليوم الاكل كله والشرب. تقريبا بيضيع عليه يعني. حتى وانت في شغلك في عز تركيزك هتلاقي برضو نفسك بتتزاول معاه وقت، صحيح. فبياخد وقت كبير جدا بصراحه. حته المعايدات دي فعلا، او حته انك بتقول العيد وبتاع، انا فعلا يمكن لحد يومنا هذا ابويا ايه، انا باجي اقول عليه دقه قديمه، بس لما اجي افكر هو عنده حق. اللي هو يا ابني عيدت على عمتك، عيدت على عمامك، اقول له يا بابا انا عملت مسج كده او فويس نوت، دخلت بعته لكل واحده يعني وخلاص. لازم تكلمه. يقول لي يا ابني طبعا. لا ما ينفعش، دي قله صح. ذوق، انت مش متربي ازاي يعني عمك تكلمه ده، عمك ده ليه، هو ده صاحبك وعنده كام صحيح. سنه وبتاع. صحيح. فانا بقعد اتكلم بقى بفكري، ما هتفرق ايه؟ طب ما هي مكالمه تليفون هي اللي هقوله في فويس نوت، لا، بس بقى ما بالنسبه ارغي بقى. لهم هم ما بالنسبه لهم لهمش حاجه كمان في القصه كبيره، دي. هي اختلاف فعلا الاجيال يعني. برضو، هم هي كانوا متربيين على شكل بالظبط. معين، واحنا بالظبط. الموضوع اتطور معانا برضو نفس الكلام. بس عايزين برضو ناخد رأي الناس في الموضوع ده. اكتبوا لنا في الكومنتات انتوا شايفين انه عادي كده ان الناس تعايد على بعض، ولو حد تعب نكتب له بس كومنت، او حد لا قدر الله حصل عنده حالة وفاة نعزيه في الكومنتات عادي، ولا لازم نتصل ونقدر ونروح كمان للشخص ده عشان خاطر نكون موجودين جنبه؟ فشاركونا برأيكم برضو يعني. عارف برضو ايه النقطه انت فتحت لي دماغي عليها؟ النقطه دي بتعمل لي مشاكل كتير قوي. نقطه الشات. سي مثلا انا وواحده مثلا مرتبط بيها، فقاعدين نتكلم، انا هنا بتكلم جد بس ما اقصدش اي خناقه، او بتكلم في موضوع عادي، بس بحس دايما الشات ده فيه حائط محطوط قدامنا، ولا انا شايفك ولا انت شايفني، هوب نطقش في بعض، هوب حصل خناقه، هوب حصل حاجه، مش عارف انت ايه، على فكره ما كنتش اقصد كذا، لا انا مش عارف كنت اقصد كذا. حتى دايما بين صحاب او مدير وموظف، على فكره فكره الشات ده بعتبره ان هو كارثه. عشان كده واحد بفضل فويس نوت، حتى لو هرغي في الفويس نوت احسن لي، عشان صوتي وكل حاجه تبان صح. بمشاعر صوتي تبان، صح. عكس الكلام بيودي في مصايب بجد. بحس ان الشات ده مصيبه، وعلشان بيفتح الباب للتخيل الانفعالي. كل واحد بالظبط عامل زي الروايه، انت بتاخد بقى الكلام، انت هو ترى هو بيكلمني كده ليه، أيوة. هو بيقول لي كده أيوة. انت مش طب ممكن تكون فاكره ان هو متضايق منك ومش مثلاً. متضايق خالص. مثلا. وعلى فكره ممكن يكون بيهرج معاك اصلا وبيهزر وبيضحك، او بس ممكن مع ظهور بقى الفويس بقى الموضوع احسن. يعني عارف انت برضو لما بتكلم حد فويس مثلا بتبعت له حاجه، فبيحس من تون صوتك انت المشكله في بتتكلم ناس بجد بتزهق بقى من بتهزر. الفويس نوت. يعني انا اصلا آه. الناس تقعد تقول لي ما كريم بيعرفوش هم ال- اخترعوا بقى الاكس 2 عشان كده. طب انا مش لسه هسمع. في ناس اصلا تيجي زي ما انت تقول لي يا عم فويس نوت ده اختصار، ما بتحكيش قصه حياتك يا كريم. انا عايز اقول لك، انا في ناس بتبعت فويس نوت بال10 وال15 والله دقيقه ده بجد. معلم. انا كنت يعني انا طب بالنسبه هو لي ليه الفويس إزاي نوت بقى يعني لما بقى؟ بيعدي الدقيقه بحسه طويل، يعني اللي هو بيخش انا زمان الا كان بقى لو بالنسبة لي حاجه عادي ان انا بشرحها. بعمل ده 15 عادي. دقيقه ده فيلم قصير كده. اغنيه ام مفيش حد كلثوم بقى يا 10 15 صديقي. دقيقة تقعد معقولة؟ تسمع في فويس نوت، لا فعلا لا، الموضوع لا. بيبقى ممل انك تسمع وقت طويل جدا بالشكل ده. الموضوع بص، هو صعب. على حسب، يعني لو ما بين مثلا الستات وبعضهم اعتقد عادي، هم كده كده بيتكلموا يعني فقشطة، بيحكوا بقى ارغي. لبعض أيوة. وبتاع. بس انا يعني بشوفها بصراحه، يعني مثلا لو انا بعت لحد في شغل فويس نوت، يا عم مش هقول لك 10 دقايق، 4 دقايق، 5 دقايق، بحس ان هي طويله، واروح معتذر له بقى، معلش انا اسف على الاطاله وبتاع بس ساعات بتضطر. طب. بس انا مش مع فكره اصلا ان انت يعني تتكلم لو فيها مثلا حاجه مهمه في الشغل، ما انا مش هتكلم شات. يعني في ناس عايز اقول لك بتعمل تتفق على شغل في الشات، في ناس بتترفض عن طريق الشات، مجرد بس يبعت له رساله يقول له ايه ما هي انا شكراً. انا بصراحه انا شايف الموضوع ده كمان بقى غريب. ليه بقى؟ لان دلوقتي انت ممكن تتكلم في التليفون عادي وتوصل رسالتك عادي، وهتوصل رسالتك مظبوط بتون صوتك اللي مسموع كويس، انفعالاتك، الكلام ده كله. لكن في ساعات ناس بتختصر وبتعتذر لان هم بيبقى عندهم خجل شويه اجتماعي ان هو يواجه مباشره، فبيبدا يبعت على الشات. فانا شايف ده وفي ناس بتريح دماغها،
اللي هو انا ليه اقعد اتكلم معاك واهلك واحرق كهرباء زي ما ما هو بيقولوا، برضو وانا انا ممكن انا ابعت لك شايف ده رسالتين بيبقى وخلاص. بيبقى خجل اجتماعي برضو، انا مش قادر على وساعات بيبقى المواجهه برضو عدم تقدير، فبعوض يعني ده في عايز اقول لك الشات. هو الموضوع بالنسبه له ما بقاش مهم، فاهمني؟ اللي هو هو عادي. او بيرمي من على دماغه، يعني لو انا مش لسه اقعد اتكلم معاك وناخد وندي، هم رسالتين فانا هنجز وابعت لك الكلام وقرار مختصر. وخلاص. وعايز اقول لك الموضوع ده برضو مش حلو جدا. وحش جدا. طب سؤال من احنا في الشات، انا الحوار ده بينرفزني فشخ وبيقفلني جدا. لغه الفرانكو اللي ما اعرفش بجد ياه. ظهرت امتى. اول ما ظهرنا يعني انا واحد زمان هو معرفش مين ميكس ابن ما بين الذين. العربي على هو مبدئيا انجلش كده احنا على كلنا قرف. كنا بنكتب فرانكو، انا كنت بكتب فرانكو. انا كنت بكتب فرانكو لسبب صغير، ان انا بقى لا مكسوف واصحابي بنات بيتكلموا فرانكو والولاد بيتكلموا كنت فرانكو، تحس ان انت فأنا لو ما كده كتبتش عارف انت لما تكتب عربي فانا كده ياي انا بتكلم عربي. او ماي جاد تكتب عربي اللي هو انت حرفياً. كده فلاح. فلاح. ايوه فلاح. أيوة، دي فلاح. انت معاك الحمار راكنه بره وجاي والله بقى. العظيم انا قعدت فتره فكره ان اكتب عربي، قعدت مكسوف فتره لحد ما خلاص. انا عايز اقول لك انا ما كنتش أنا بتكلمش بفهم غير عربي. فرانكو اصلا، يعني ولحد مثلا ما ابتديت والله اكتب برضه العظيم ما انا لحد يومنا هذا مش هقول لك مش بفهم، لا قشطه بفهمه عادي فشخ، بس ساعات بقى مش عارف ايه السري بتبقى الغين عايز قاموس ولغايه دلوقتي يترجم مثلا رقم 6 يترجم ده كان بيبقى حرف ايه؟ انا مش عارف مثلاً والله حرف يعني عارف. ستة. والله ما انا عارف أعرف. السبعه انا مثلا حرف الحاء ده مش ماشي. عارف الخمسة حرف حرف الخاء. ده احنا عارفينه ده عشان بنحب نكتبه. العين ده حرف 3 مثلا ده موجود لحد دلوقتي. لا في حروف غريبه يعني مثلا اللي هو مش عارف 9 قلت بقى مع الوقت دي غين تقريبا. والله عارف؟ ما انت كنت هتلاقي بقول لك بعرف. انت والله هتلاقي العظيم. البنات بس هم اللي بيكتبوا فرانكو. لو خلي مصحف بالك. في رجاله بيكتبوا في فرانكو. رجاله عشان البنات بيكتبوا لا يا لا، لا، حبيبي بس الاجيال الجديده اللي طالعه لحد دلوقتي. دلوقتي وبعدين ما أجيال تتكلمش عن كله البنات بيكتبوا وحش فرانكو. عشان إيه؟ احنا محقول ما مره. بتكلمش شوف. وحش، انا قلت هم بيكتبوا فرانكو. وفي ما حلقه توقعنيش في جايه البنات. مش لا، عايز لا، لا. اتكلم، لا، مش خلينا هحرق خلينا بقى خلينا خلاص. خلينا لا، خلينا خلاص، انا خلاص. البنات انا بحبهم وبعزهم وحبايبي اخواتي إيه البنات ده؟ تلزيق. اخواتي البنات إخواتي البنات طبعاً. إخواتي. اخواتي اخواتي. المهم بجد فلا يعني انا شايف ان كل جيل طلع رجاله بقى بنات كله بيتكلم فرانكو حقيقي. فانا نفسي افهم اللغه دي هتنتهي امتى. بس هو لحد يعني دلوقتي انا ما اعرفش الصراحه. والله ماليش العظيم دعوة لحد بصراحة يا دلوقتي جماعة، الموضوع أنا بتكلم عربي مستفز. حتى لو اللي الموضوع قدامي بيكتب مستفز فرانكو. بطريقه هو انا بصراحه خرا. كنت بكتب، لان كلنا كنا بنكتب فرانكو في الاول لحد أنا بقى ما بصراحة ابتدى يطلع اتجاه كده اللي هو يا جماعه اكتبوا بالعربي، مفيش حاجه اسمها فرانكو. تقريبا كان فعلا في فتره كده كانوا بيتكلموا في فكره بالظبط. يا جماعه طب ليه يا جماعه فرانكو عربي؟ بالظبط. ليه ما نتكلم لو عربي اكتب يا عادي تكتب لغتنا؟ عربي يا تكتب انجليزي. مشكلة بقى أنا بيبقى إيه؟ الكلام كنت واضح باجي أكتب وبسيط، فرانكو. مش هقعد بقى افسر بالظبط. يعني مشكله لما جيت صعب اكتب أوي فرانكو بصراحة. حسيت ان انا ايه ساقط املا بقى فاهم انت اللي هو محتاج ايه محتاج كتاب اقعد تفسير. بشتهجى وادخل بقى يتقال لي لا غلط ما المعنى ده مش مقصود كذا المفروض ان انا ناقص حرف. طب ايه القرف ده؟ طب انا اكتب عربي راح دماغي بالظبط. يا اكتب انجلش بالظبط. يعني يتكلم باللغه دي باللغه دي. لكن هو ايه اصلا اللغه ليه المكساويه فكره دي؟ العربي ليه العربي بقى حاجه وحشه؟ يعني ليه العربي بقى حاجه لوكال وما والله ينفعش المشكلة فينا، نتكلم مش عربي وما المشكلة في ينفعش العرب. ده بقى نتشاف في كل حته المشكلة على بالعربي؟ فينا فكره. عامة. ده بقى في كل حاجه على فكره. يعني انا على فكره انا بصراحه ضد هذه النقطه في المدارس مستغربه جدا ما اعرفش ليه. ماشي مدارس انترناشونال واللغات والحاجات دي حلو فشخ ان هم طول الوقت بيتكلموا بالانجلش كل حاجه، بس بتبقى مصيبه سودة لما عيل صغير لسه بيطلع مثلا يروح يلعب سكيب روم مثلا يقول له هو البازلز بالانجلش ولا العربي، فمثلا يتقال له عربي يقول لك لا اصل ما بيعرفوش يتكلموا عربي. دي كارثه لما بنسمعها. او مثلا يروح يخش فيلم عربي فحرفيا لدرجه ان هو مش فاهم حاجات او في أيوة. حاجات او يقعد فعلا مش فاهم اللي هو ايه ده يا نهار اسود. ماشي انت حلو فشخ انك انت درست اللغات بشكل قوي جدا وتمرست فيها من وانت طفل عشان لما تكبر تبقى متمرس جدا في النطق والكتابه واللغه وكل حاجه. بس انت لغتك الاساسيه اللغه الام. يعني ايه مش عارف تتكلم عربي؟ يعني ايه مش عارف تقرا عربي؟ دي مصيبه. العولمة دي يا بجد جماعة مصيبه للأسف. مصيبه العولمة. مصيبه لا هو كبيره. مش كده، هو العولمة الموضوع نفسها. الموضوع بقى فاهم اللي هو انت زي ما بيقولوا كده يعني لايف ستاندرد، او انت لازم تبقى عندك الحاجه دي، لا اما لو هي مش عندك تبقى انت كده ايه مش مثقف. هو مش فرض ثقافتنا يعني هم فرضوا ثقافتهم علينا جدا. ما انا عايز اقول لك اللغه العربيه اصلا اصعب من الانجليزي بكتير. يعني هو فكره ان هو يتعلم عربي دي لا يعني اصعب بكتير، والمفروض الحاجه دي يهتم بيها من هو صغير. ده المفروض بقى ده المفروض. هي حرب ثقافات عشان تبقى انت بس واخد بالك من الموضوع ده، ان هم قدروا ان هم فعلا يفرضوا ثقافتهم علينا ان احنا نتكلم بطريقتهم. زي احنا مثلا لما كنا زمان في المنطقه العربيه كانت افلامنا هي اللي متشافه على طول في المنطقه العربيه. صح. فتلاقي المنطقه العربيه كلها بتتكلم اللهجه بتاعتنا، اللهجه المصريه. فهم دلوقتي نجحوا ان هم قدروا ان هم يفرضوا ثقافتهم علينا ويخلوا الناس كلها تتبعهم يعني. زي موضوع برضو الانترفيوهات بقى اللي لازم تتكلم فيها انجليزي والشغلانه مالهاش علاقه مثلاً. بالانجليزي اصلا خالص. بالظبط. اللي هو بص خالص. انت ويا عيني كمية introduce yourself يا باشا. والله العظيم اقسم بالله العظيم وبحلف بالله كام مره هتلاقي اصلا اللي قدامك دي حماره وهي حافظه الكلمتين اللي بتاع بيهم ما تغلطش فيها لو سمحت. لا ما يعني لا ما تغلطش ممكن فيها تتقي بعد بقى. اذنك. انا مش بغلط في كله، انا بتكلم في ما معظم تغلطش في الحمير. الستات لا ما محترمين بتكلمش جداً. يا عم بتكلم على راجل
راجل او ست هو بيبقى حمار حمار ومش او فاهم. حمار اللي بيبقوا قاعدين. مش بتكلم في كل الناس، انا بتكلم في اللي حرفيا بيعملوا معايا مثلا انترفيو وهم اصلا مش حافظين غير الكام لا كلمه. يعني اقول لك هم فعلا. طب بترفضوا كميه ناس فعلا عايزين طب يا يشتغلوا. كريم انتروديوس يور سيلف. طب تحرجني عادي. ماي نيم از كريم داوود. ماي نيم از ماي نيم از I can see بس هو I خلي can بالك talk. بس ماي نيم از وخلاص الموضوع واقف على ماي نيم از. يا ريس شغل. طب انا اقول لك على حاجه برضو من ضمن يعني بما اننا بنتكلم بقى على فكره ان الناس لازم تعلم ولادها عربي وكده، من ضمن الحاجات اللي ليها علاقه بالسوشيال ميديا وشايفها ان هي بقت يعني ضرر ملوش حدود، موضوع ان البيبي مثلا بيبقى عنده 6 شهور او ممكن من 6 لسنه مثلا، وتلاقيه خلاص بقى ماسك التاب وما تابلت. بيستغناش عنه. دي مصيبه سوداء. اه طبعا. اللي هو بص انا اعرف ناس وتقدر كتير توصل له اي حاجه تدمر بيها مخه. كرتون وبالذات زي يا الكرتون جماعه لو حد الجديد فاكر موضوع سيبك اللعب من اللي الكرتون كانت ده بيتفرجوا دلوقتي على شورتس وريلز على معلش فاكر انستجرام اللعب ويوتيوب. فتره كان لعبه كان في كان اسمه ايه الفيل الازرق باين. الحوت الازرق. الحوت الازرق. الحوت الازرق. لا ايوه مثلا حاجه زي لا سيبك من كده. يعني هو مجرد ان هو انت ايه عشان الام تسكت ابنها، ما هو خلاص بقى محتاج يعني اهتمام ووقت وبتاع، فتروح مدياله التاب او الموبايل ويفضل ايه يقعد. لا ده هو بس يفضل يسكرول يتفرج على شورتس وبتاع وحاجات كلها طبعا ممكن تبقى حلوه وحشه، محتوى مش كويس، حاجات ملهاش معنى. ما فكره كمان حتى ان الطفل ينشأ على الاباحيه دي في حد ذاتها فكره مرعبه. مش شرط اباحيه، يعني هي ممكن تبقى حاجات ملهاش معنى. فاهمني؟ هتكنترول ازاي؟ بص الاباحيه دي يعني ليها موضوع تاني بس بعد نقطتك. هتكنترول ازاي؟ طب حد يقول لي ممكن حاجه زي كده. ما هو المشكله ان مفيش كنترول. لا وحاجه تاني كمان، هو انت بتلاقي بقى خلاص العيل من دول ماسك الموبايل او التاب واخده كده في حضنه وقاعد في الكنبه ما بيعملش اي حاجه في حياته. هو عمال يسكرول بالساعات حرفيا. ولو جيت جربت بس تاخد منه الموبايل ده دقيقه ليلتك زرقاء بقى عياط ويصريخ. وعارف الادمان هو ادمان. هو ادمان. ده ادمان وادمان من نشأتك من وانت عيل صغير. لو استمروا على الوضع دوت بعد كده قدام في المستقبل هتبقى الحياه كلها انت قاعد على الكنبه بتاعتك ولا قاعد على سريرك والدنيا كلها بتتحرك من حواليك. يعني زي ميتافيرس مثلا كده، زي فكره الميتافيرس. أيوه. انت قاعد وعالم تعمل العالم بتاعك وانت قاعد في بيتك، لا بتروح ولا بتيجي. طب انا الموضوع ده زي الفيلم اللي كنا بنحكي عليه بتاع ريدي بلاير 1. ما انت كان تقريبا كان في المستقبل وبتاع، وهم كانوا عايشين العالم كان اتدمر وهم عايشين في خرابات، بس معاهم الفي ار النضاره اللي هي بتاعت العالم الافتراضي، وكله بقى بيخش يلعب وخلاص والدنيا تمام. كله في العالم الافتراضي، ما بقاش في عالم حقيقي خلاص. نقطه الاباحيه اللي كان سامح بيتكلم عليها دي معلش تعال ايه نتكلم بالعقل كده. ماشي. اول مره تفتكروا في حياتكم لما عرفتوا يعني ايه مصطلح كلمه جنس دي كان امتى؟ سنه كام مثلا؟ او عرفتها امتى او استوعبتوها وخدتوها امتى؟ كنا مش بره والله يعني او مثلا بعد الجيش. بعد الجيش ولد كذاب. طب تعالى نتكلم يعني مثلا ساعتها مثلا احنا لما جينا عرفنا حد بقى ابن خالتك مش عارف ابن عمتك الكبير بقى وايه تعالى ده اصيعك اقول لك او لمحت حاجه سمعت حاجه. لكن معلش انت دلوقتي من العيال الصغيره بتبقى فاتح عادي لعبه فاتح ايه أيوة. وهو بيجي لك لو ابلكيشن اي حاجه اللي هي الحاجات زي التندر. يعني التندر ده يعتبر اكتر احتراما سوق ومش عارف ايه نحن فتيات مش عارف ايه مش عارف ايه هل تودى مش عارف. ما هي فعلا هو قصده فعلا فكره ان الغلط زمان كان بعيد. ما هو ايوه انت العيل الصغير اتفتح له قدام عينه حاجه زي كده. الله ده بغض النظر ده لوحده من غير ما يسرش ومن غير ما ينسرش ومن غير اي حاجه. لا هي بتجيله لحد عنده. وغير يعني كده هي فكره اصلا عايز اقول لك ده في مثلا اطفال من كتر ما هي بتبقى ما بتعملش حاجه في حياتها غير ان هي بتتفرج بتتاخر في الكلام مثلا. ما بيتكلمش مع حد. فاهمني؟ هو كده فما تلاقيه هو بيتكلم وتلاقيه ما بيحبش يقعد مع حد. بالظبط فعلا صح. الحته الانطوائيه دي ما بيحبش يقعد مع حد. هو خلاص هو بقى ده صاحبه ده اكتر صاحب ليه وهو بيحب. بجد ظاهره سيئه جدا. واكيد في امراض كمان بسبب السوشيال ميديا. فكره كمان برضو اللي بتجنني يا جماعه فكره ان انت تبقى ماسك مثلا الموبايل وعلى الفيس مثلا او على الانستا وتتفرج مثلا على بوست مثلا بيتكلم مثلا عن موعظه دينيه. هوبا تروح قلب البوست تلاقي البوست مثلا فيه رقص. تقلب البوست تاني تلاقي البوست اللي بعديه على طول تلاقي مثلا بيتكلموا مثلا عن واتيفر مثلا اي حاجه مثلا حاجه تانية او حاجه أيوة او أيوة. فاهم ازاي. فانت هتلاقي تحس ان انت ايه مخك نفسه بيتفاعل مع كل حاجه. فده متهيألي ده اكيد بيعمل مرض نفسي احنا مش حاسين بيه. بص هو طالما مفيش تحكم في المحتوى اللي هم عايز اقول لك تحكم في المحتوى وتحكم في الوقت اللي هم بيمسكوا فيه التاب او الموبايل. لان الناس خلاص هي بقى يعني الموضوع بالنسبه لهم بقى روتين يومي طول اليوم كمان. ادمان. انا اعرف ناس صحابي والله العظيم
نبقى في قلب السينما، الفيلم شغال وهو ماسك موبايل، تك تك تك، يا فلان يا باشا سيب موبايلك، الفيلم حاضر ماشي شفت الدخله اللي انا بيها كده. انت قول. بتمسك التليفون قد ايه في اليوم مثلا دلوقتي؟ حرفيا اقسم بالله انا ما بمسكوش يعني مثلا طول ما انا في الشغل، انا الشغل هيني فبرميه بحكم شغلي وطبيعه شغلي، برميه. يعني كام ساعه في اليوم تقريبا؟ كام ساعه؟ اكتر وقت امسك فيه موبايلي وقت ما بروح البيت، ممكن اقعد لي ساعتين كده اقعد سكرول في اللاشيء، ببقى عايز اقول لك انا كاني في حاجه والله العظيم مش بهرج متحكمه فيه، عايز اقفله، مش قادر كل شويه اقول جوه عقلي وقبل ايه. ما تنام، عارف انت لما تمسك تليفون قبل ما حرفيا تنام والله عمال العظيم عايز اقول تسكرول. جوه عقلي انا عايز اقفل، عايز اطفي خلاص، عايز اقفل، ما فيش. انا حاسس برضه طب انا هقوم اخش ماشي حاضر، هقوم اكل ماشي حاضر، مع نفسي بكلم عقلي جوه نفسي. ايوه ما اعرفش في ايه، انا حاجه عايز اقول لك مسيطرة. ساعات بتحصل معايا، ببقى عايز انام واللي بيطير النوم من عيني الموبايل. الريلز والبتاع، وفعلا بلاقي نفسي سرحت. ده كفايه ريلز على انستجرام الفاضيه اللي ملهاش اي حاجه حاجات عبيطه كده وبتاع، انت فيديوز بقى مثلا مش عارف. يعني بنشوف برضو راجل بتقعد قد ايه على السوشيال ميديا في اليوم؟ انا السوشيال ميديا مثلا انا مؤخرا بس كده كام ساعة تقريبا؟ بدات اعمل لها كده ايه يعني، الوقت اللي مثلا ببقى قبل النوم ده سكادول يعني؟ اساسي. يعني قبل النوم ببقى اساسي كده كده طبيعي، لازم سوشيال ميديا، شوف الاخبار ايه. اول لما بقوم من النوم في نص اليوم بتبقى شات بس مش اكتر، يعني ما ببقاش يعني حاول إن أنا تقريبا كام أتطرق. ساعة في متوسط كده في والله اليوم؟ بص هي بتبقى متحكمه يا مجدي في ايه، مثلا لو في مثلا انا عشان خاطر متابع الاخبار بتاعت غزه اغلب الوقت، فطبعا طول الوقت ايه كل ساعتين ثلاثه كده ممكن اخش ابص افر اشوف الدنيا ايه في مواضيع معينه، مش اللي هو الموضوع كده اللي هو بقعد افر وبتاع، لا يعني مثلا بيبقى في الاغلب كمان يوتيوب، ما بيبقاش انستا او، لكن موضوع اصلا شات انا ماليش فيه قوي يعني. ربنا ينصرهم يا رب, يا رب. يا رب. ويعدي الايام اللي احنا فيها دي طبعاً. على خير. يا رب يا رب اللهم امين. والله هي فكرة عدد الساعات برضو والتعلق بالسوشيال ميديا، هو خلاص بقى كل حاجة بقت ليها علاقة بالسوشيال ميديا. يعني الشغل، أنا مثلا شغلي كله لازم أبقى فاتح سوشيال ميديا عشان تتابع ليل نهار. وتشوف ولو تنزل حاجه يعني التعامل تشتغل. مع العملاء، آخر الأخبار، كل حاجة أنت هو بتشوفها على بص هو بقى حاجه مهمه واساسيه جدا في حياتنا، بس عارف بقى بيأثر في ايه؟ حياتنا الشخصيه. الحمد لله اللهم لك الحمد، انا مش هزيم، مش من النوع ده، ومش بتريق على الناس دي، بس انا بجد ضد الفكره دي. معلش انا حصل لي مصيبه اروح مصور قدر الله مش عارف اعلى عربيتي ومش عارف ايه، رايح حفله اروح مصور، انا مش عارف حصل ايه. عارف اللي هو كل تفه في حياتك انت حتى لو صباع رجلك اتعور تروح منزله، ايه الهدف؟ يعني بجد انا عايز اعرف ايه الهدف. هل انت عشان تشارك الناس حضرتك بقى نجم مشهور؟ حتى لو انت راجل مشهور، ده معظم الممثلين المشهورين والله في منهم ما بيعملوش حتى كده. فالموضوع والناس تيجي تقول لك ايه، اصل احنا بنتحسد، اصل احنا مش عارف ايه، اصل احنا طب ما هو يا جماعه، ما طبيعي انت كل كبيره وصغيره في حياتك حرفيا بتصورها بتنزلها بتعمل ايه يعني. ما هو عشان إيه الهدف؟ اعتقد الناس دي ما بتعيش حياتها اصلا الحقيقيه، فاهمني؟ وده كمان خلى كمان جيل جديد من السوشيال ميديا يظهر ان هم ابطال السوشيال ميديا بتوع دلوقتي. لا بس مش ان هم كلهم. بيتعاملوا لا هو كأنهم بيتكلم بقى على، نجوم. يعني دلوقتي مثلا اي حد بقى يطلع يبقى عنده شويه يبقى فولورز نجم. جمع بتاع بقى خلاص. يعني لو انت مش زي الاول مثلا علشان تبقى مثلا ممثل او مشهور او آه، فنان آه، كبير، هو في مش ناس عشان في حاجة، ناس جت بياخد من لا وقت شيء، طويل جدا في عشان ناس جت تتشهر من لا دلوقتي. شيء وما بالظبط. بتقدمش اي هو محتوى، فكره ان مفيش وبقوا معايير. خلاص اتعرفوا. طبعا. بالظبط. مفيش اي معايير معايير ولا في اي رقابه ولا في الرقابه وما محدودة. بيقدمش حاجه. يعني مثلا يا ريته بالظبط. بيقدم حاجه، لا. يا سيدي مش هقول لك نستفيد بيها، بس على الاقل حاجه يعني فن يا عم طب يا جماعه تستمتع بيه. انتوا حد يعني شو متخيلين كم الترندات اللي طلعت الفتره اللي فاتت دي كلها؟ انت لو جيت دورت فيها نادر قوي هتفتكر مثلا من وسط 100,000 ترند هتفتكر مثلا 4-5، فتحس ان الترند بيطلع من هنا ما هي الحاجات وبيختفي كلها وقتيه. مع ما ابطال بتعلقش. وكمان اللي حاجات بيبقوا وقتية. عاملين الترند دوت، انت خلاص انت بالنسبه لك انت مش فاكرهم اصلا، هم مش بالظبط. موجودين، بالظبط. فبيبقى الموضوع بشكل مؤقت يعني. طب ايه اكتر اب بتكرهه؟ اكتر ايه؟ اب بتكرهه؟ اكتر اب بكرهه بكره مثلا اب زي مثلا تندر، زي الحاجات اللي تحس ان هي الموضوع غرض، فيها غرض تعارف بشكل غير لائق. امم طبعا انا بكره الابلكيشنز دي لان هي مضره جدا بصراحه، مضره نفسيا ومضره كمان دين على المستوى الاخلاقي تلاقيه والديني. هي بيستخدمه ممكن مش في ليه واصل بيستخدمه لا، وعامل فيها مؤمن انا لا، الشيخ بصراحة لا، هتلاقي لا، أنا مسج كنت- طالعه من تندر ده انا تندر كنت في الاول طبعا لازم اجربه، خلي بالك في لازم ماتشنج أجربه حصل طبيعي، دلوقتي. لازم اجربه. بس فكره بقى ان انت بعد ما بتجربه بقى بتشوف ايه القرف ده، يعني ايه افضل بقى اتابع دي واتابع دي واكلم دي واكلم دي، طب وبعدين بص والموضوع هو هيوصل الفكره لحد في حد فين؟ ذاتها هي مش ماشيه مع مجتمعنا الصراحه، فما لا والله بص هو المجتمع اتغير وبقى خلاص بقت الناس كلها بتتفاعل على الموضوع ده، بس انا بالنسبه لي بعد ما جربتها طب ايه اللي انا استفدته؟ حاسس هي إن مالهاش في لازمه. فراغ، بتعمل فراغ داخلي كده. اصل هي فكره بتاعت مثلا ابلكيشن زي ده هي قايمه على الديتنج، والديتنج كده كده مش عندنا. ايوه فاهمني؟ لا فيعني انا بصراحه الموضوع انا بحب الديتنج كده يعني واحده عجبتني اخش اكلمها.
انا سلام. بالنسبه لي سلام. لكن أيوة. فكره بقى ان سلام. انا اخش الطريقة بقى وشات الصحيحة. وزي انت ما كنا بنقول من شويه ان انا ممكن ابقى قصدي طب حاجه معلش، هو وهي الراجل ده تفهم حاجة بيدخل تانية. طب ما هو ثانية البيت من معلش بابه. انت بالظبط لو على هتتكلم في طول. النقطة دي انا ضدك لسبب صغير. انت زي ما قلت شوية في ناس انطوائيين وفي ناس على فكرة ما بيعرفوش يتكلموا مع بنات ولا بيعرفوا يتعاملوا. انا بتكلم بالنسبه ودي اسلك لي ايوه، لا بشرح انا بالنسبة بتكلم عامه لي. في العموم. آه. ودي اسلك طريقه لواحد انطوائي ان هو لما ينزل ابلكيشن زي بامب ده ولا مش عارف اسمه ايه او تندر مثلا، حقيقي مش هقول لك كل عليهم شمال، هيصادفك ان في حد كويس. حتى يا سيدي لو عملت الجولد مش هقول لك اللي هو الفري معلش بس افرض حد ده وحش. باللي انا ما اعرفه عن ايه يعني بيعمل ايه. انا اصلا بسمع افرض منه حد هو انا كل فكرته ان حضرتك بتنزل. انا عارف ان هو برنامج ديتنج، لا بس انت ما اعرفش بقى جولد حضرتك وفري بتنزل شويه وحضرتك صور ليك. تبدا تفتح الكاميرا بقى لا 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 يا عم تندر تفتح مفيش كلام. الكاميرا. لا يا عم لا لا ما مفيش علينا كلام. ما مفيش كاميرا؟ تتكلموش في مش مش عم لازم مفيش تندر الكلام ده. يعني انا اي بكلمك على ابلكيشنز ديت يعني هتنزل شويه صور ليك، هتنزل شويه صور ليا مثلا ولد وبنت آه. فعجبتك يا لا فاهم تك تك لحد ما يحصل هو ماتشنج الموضوع فيبتدي بقى اسهل. يفتح انا شات. شايف ان الموضوع اسهل من كده بكتير. أنا يعني ما هو انت اقصدش، دلوقتي انا مش بقولنا مع او ضد، انا بتكلم لا في ناس فعلا طويلين هم ما عندهمش حل غير ده، ما عندهمش حل يعني زي ما انت قلت حد ان ما هو بيشوفش ناس يعني كتير بالظبط. فطبيعي ان طب هو هو غصب عنه ده هيتجه ده. يصدم الانطوائيين اكتر. يعني الانطوائي لما مثلا حد يخش له راجل انطوائي، واحد انطوائي، مهم. فشخصيه الانطوائي دي بتبقى هو ما بيحبش ان هو يتعامل مع الناس بشكل مباشر يعني. فهو لما يبدا يتعامل مثلا مع حد يقدر يستغله، لما يحس ان هو فعلا خام زي ما بيقولوا بالبلدي، بيبدا يستغله بقى مثلا طب تعالى نتصور، فيبدا يصور، فتبدا تحصل لقطات مش ظريفه ومش لطيفه، واكيد في ناس كتير اتعرضت لها. فلا انا بصراحه مش من مؤيدين للبرامج بتاعت الديتنج خالص خالص. لا هو كده ما انا بقول لك هي مش ماشيه معانا ولا مجتمعنا طب وانت ولا مجدي ايه الاب اللي بتكره تتعامل عليها؟ بص، هو انا الابس اللي انا بستخدمها كلها اللي هي ليها علاقه بالتواصل او السوشيال ميديا. لا ايه اللي بتكرهها؟ ما فيش اصل في هكره اب ليه؟ يعني اكره ان هو ليه اثر سلبي مثلا يعني. انا بالنسبه لي اقول لك ليه. 2. بص، هو اللي ليه اثر سلبي ومحتاج ان هو يتعمل عليه كنترول فعلا. فكره بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيها، موضوع الريلز والشورتس اي على اي بلاتفورم بقى ايا كانت ايه. اوكي. لان حتى يعني موضوع مثلا الريلز كان في دراسه اتعملت، انا مش فاكر بالظبط المعلومات بتاعتها، بس في حاجه اسمها attention span او العمر بتاع التركيز او الوقت بتاع التركيز بتاعك. فطول ما انت بتتفرج على مقاطع قصيره دقيقه وبتاع، انت يعني قدره التركيز او الوقت بتاع التركيز بتاعك بيقل لدرجه ان انت خلاص ما بقتش قادر ان انت تشوف مثلا فيديو حتى 5 دقائق. يعني انت بتعتبر ال3 دقائق ده فيديو طويل اصلا. وبالتالي مثلا ترجع برضو تاثر على حاجه تانية زي الناس اللي بتدرس. اوكي. ما هو ده محتاج مثلا يشوف محاضره ساعه ونص، ولا محتاج ان هو يقرا كتاب، او محتاج ان مش هيعرف. فالحاجات دي انا شايف ان هي لا بتدمر برضو يعني فكره التركيز، وبتدمر فكره ان انت يبقى عندك القدره ان انت تستوعب الحاجه بشكل كبير، ان انت تتعمق في الحاجه بشكل احسن، ان انت تفكر تلحق تفكر اصلا وتشغل دماغك مع الحاجه بس وهكذا. برضه ليها ميزه صغيره ان هي ممكن تشدك عشان توصل للفيديو الاصلي او الحاجه بس ما تبقاش بقى بكتره، يعني لو عرفت بقى مش وجهة تتحكم نظر. فيها بالظبط. بس انا عامه كنت اقصد ايه، يعني مثلا ايه اكتر اب بكرهها؟ سناب شات وتيك توك. سناب شات انا اول ما جيت نزلته كنت هو انا بكره، انت سخيف. فكرتني التيك توك صحيح، ده- ده ده كارثه ده. ده كده سناب شات كده أسخف. ده كارثه بس ده. سناب شات انا عايز اتكلم عليه في حاجه صغيره قوي. انا اول ما عرفته من ناس صحابي وبتاع تستخدمه ايه مع كام بس هو شلة منتشر كده. اكتر اعتقد في الخليج انا يعني. ماليش دعوه كده، لا بتكلم في ايه، جيت استخدمته حسيت اللي هو عباره عن ان انا كاميرا يوميه، انا بقعد اصور كل حاجه بدون حواليا، حتى لو صور باسكت الزباله انزله. ايوه والله ما اوريكش، انا استغربت فشخ. بقول لصحابي يعني ايه، قال لك ايوه صور النجفه، صور مش عارف ايه. قعدت استخدمه فتره كده لحد ما خلاص في بيض في حاجه قفيله في إيه؟ اخرته ايه يعني؟ بوصل اللي بجمع سكور وبتاع، ولو مش عارف ما بعتلكش باليومين السكور يروح. فلا ابلكيشن غريب بصراحه، وبحس ان هو ايه. وكارثه تانية بقى لو انت بتتكلم بقى فعلا على اب نكرهه ومضر، هو تيك توك. لا كفايه الموضوع اللي 100,000 واحد يتكلم عليه. كبس واعمل. يعني ايه انا راجل اقعد اهزق في نفسي؟ والله العظيم بجد انا اقسم بالله العظيم بتضايق. وللاسف انا عايز اقول لك حد عمل انا للأسف اصلا ما ده قمه بستخدمش. القرف اللي يقعد مش عارف يطلع نفسه صابون وقرف. انا ما وقلة بستخدمش تيك توك تهزيق اصلا. تهزيق. يعني عايز اقول لك انا ايه، يعني عندي زوجتي وبتاع ساعات بتفتح وكده، وعايز اقول لك بالصدفه بتلاقي مثلا حاجه لايف لواحد قاعد، يعني معلش هو يعني هو تقريبا ايديه ورجليه مقطوعين او حاجه شبه كده خلاص، وقاعد قدامه فرخه يقول لك والله العظيم ما هاكل غير لما تكبسه وتبعتوا لي. انت عايز ايه يا عم؟ لا. والمشكله ان في ناس فعلا تلاقيها بتبعت له هدايا وبيكسب فلوس، ما هو خلاص هو بالنسبه له بقى ده الموضوع انتشر يا ريس، ان بقت الشحاته نفسها بقت على التيك توك. ده حقيقي. يعني عارف انت الناس الشحاتين اللي كنا بنشوفهم في الشارع، يعني يمسكوا ورقه وبتاع والحاجات دي. تلاقيه كل اللي عامله ان هو فاتح لايف ميوزك وماسك ورقه وورقة كده عليها وقاعد انا ساكت. وقاعد مش ساكت عارف ومش عايز عارف اعمل غسيل كلى وبتاع، حولوا لي. هو في كده يا عم. الموضوع بقى مرعب. انا عايز اقول لك هو موضوع بقى الشحاته مرعب اصلا دخل بقى في كل حاجه.
يعني حتى في الكومنتات على اليوتيوب وبتاع اول ما تلاقي فيديو في نزل بوست تلاقي مش عارف انا يا جماعة اخوكم أنا- ما اعرفش من دوله ايه ومحتاج وإحنا اغسل ايه بقى- ومش عارف تبرعوا ليا وين سوشيال بقى يعني هي مجتمع. بقت حياه، هي بقت زي الحياه آه. بالظبط. بس هو فعلا وبرضه موضوع التيك توك ده ده كارثه. اوسخ اب اتعمل، مع ان حلو فشخ ان هو بيساعد ناس كتير جدا على الانتشار، اللي بتقدم محتوى بجد مفيد، واللي بجد يعني مفيد لناس كتير فعلا في حياتها في عملها. بس على قد فعلا قوته ان هو فعلا اسرع انتشار في حته الفيديوز، على قد ما هو اسوأ اب للقرف. يعني انا والله العظيم والله العظيم لا والله هو العظيم ضرره اكبر بشوف المنظر ده بكتير. في الشارع كتير جدا، والله العظيم انا بتضايق نفسيا. بنات صغيرين لا يتعدوا مثلا 15 17 سنه واقفين في الشارع والناس عادي رايحه وجايه ويرقصوا ويعملوا مش عارف ايه والحركات بتاعتهم ايه ده. يعني ده كان الواحد زمان فاكرين جيلنا احنا كنا نتكسف خطوة نعمل حاجه زي هو كده. يعني الصراحة. كل خطوه ولو واحد كبير بصورة. عدى يهزاك يقول لك يا ابني ايه اللي انت بتعمله ده، ولا ايه يا بنتي اللي انت بتعمله ده. الموضوع دلوقتي بقاش والله العظيم بجد كان في بقاش فيديو في احراج. شفته، في فيديو شفته على مش فاكر على فيسبوك ولا فين، اللي هو كان في قطر كده وفي واد شكله غريب كده كان عمال يرقص ويغني في قطر تمام. عادي. حلو. خلاص المهم ايه، عمال ده يرقص وواحد بقى فيه يعني قاعد وراه 2 3 كبار في السن شويه، مم. وده عمال يتنطط وشاف ايه ويصوروه وبتاع. راح الراجل قايم كده من اللا شيء وراح مديله كف على قفاه، يا نهار والله اسود. طيره. عايز اقول لك بجد؟ انا اتبسطت جدا يا ده فيديو حقيقي. والله حقيقي، ده هتلاقيه على التيك توك. يا لهوي ده الجمدان ده. والله بظهر ايده راح بوم الواد طار. بص هم كانوا قاعدين عادي كده زيهم زينا مفيش اي حاجه. خلاص هو الراجل اتخنق بقى زي ما تقول خلاص ايه، انا اتقرف، لازم اتقرف. اعلمه حاجه النهارده. اتقرف ايوه. لا انا بقول لك والله العظيم ماشي مثلا في ماشي في الشارع عليه ايه بنات حاطين الموبايل على الرصيف على عربيه ساندين على السلم مثلا في مول، اللي هو ايه يا جدعان احنا تمام، احنا وصلنا خلاص لمرحله ان البشريه يولعوا وهصور. يا ريتكم تعملوا حاجه عدله، كمان انت يا بقيت ريتكم الخروجه تعملوا بالنسبه حاجه لك عدله. انت بتخرج يعني بتصور اكلك كل حاجه وبتصور انت لا انت بص قاعد حته فين، بص اكلك هو ده ده عادي ممكن انت تحصل، لا ممكن سيبك من الأكلة تحصل دي عادي يا يعني عم. في مش لقطات. بشكل لا بالظبط، يعني انت الأكل حاجه مثلا شكلها يا مجدي، حلو ما هو بتاع. بص يا عم مع ميموريز. اي حاجه في ميموريز حدود عادي. المعقول ده لطيف لذيذ، بس لكن مش لما طول تبقى الوقت، الحياه مش كلها طول كده الوقت بالظبط. صح. وكمان يعني ده برضو- كمان فكره كمان برضو يعني دلوقتي انت حتى كمان ما بقتش تنزل تشتري من محلات زي الاول، الحاجه تبقى موجوده قدامك لا بس وبتاع. فكره بس الاونلاين فكره بقى بالظبط على بقى فكره هي الشوبينج اونلاين هي ده مش وحشه، انا شايف هي انه مش وحشه، وبرضه بيبقى فيها برضه يعني زي ما هي ليها مميزات برضه عيوب، بيبقى لها عيوب وساعات بتضر. اكيد. هو في عيوب بقى، زي انت جداً. مثلا تشوف الحاجه شكلها بتلاقيك بقى حاجه بتتص بقى في شفت- كل في حاجات كتير زي بقى الحلقه بتاعت فاهم؟ الكبيره قوي اللي كنت بحكي لكم عليها. الحلقه دي مسخره بتاعت بتاعت الغوريلا. مربوحه اشترت كاتشن ماشين فراح جات لها لعبه، فراح الكبير مش عارف ايه بتاع، فجوني بيقول لها ايه، بيقول لها هاتي لك حاجه تسليكي، فطلبت نسلاس جالها غوريلا. جالها غوريلا أيوة، غوريلا جالها أيوة، غوريلا. أيوة. ففعلا موضوع الشوبينج ده يعني ساعات في حاجات بتشتريها اونلاين والله فعلا وبتطلع تحفه، بتطلع حلوه جدا جدا، في حاجات تتخم فيها، اكيد طبعا. في حاجات يا نهار لا بس اسود، الموضوع الواحد انا ياما بالنسبه لبس. لي بقى حلو، لان انت ما بقاش عندك الوقت زي زمان ان انت تنزل تشتري كل حاجه. أكيد يعني طبعاً. معظم الحاجات انت خلاص انا بقيت بطلبها فعلا اونلاين بس حاجات خلاص في الموضوع اللبس بقى أحسن. مثلا بالذات اللي هي حاجه لازم تبقى مظبوطه عليك او بص بتاع ممكن أو كده، اجيب جزم، فبتبقى صعبه شويه. كوتشيات، الحاجات دي ممكن تجيبها اونلاين. الهدوم نفسها لا ما اعتقدش، ما جربتش قوي الصراحه، بنزل أنا اشتريها الهدوم يعني. اخاف جدا انا بصراحة. بنزل لان اشتري. انا كان ليا تجربه برضو أليمة في موضوع اللبس ده. جبت برضو عارف اللي هو 3 تيشيرتات ب 300 جنيه خدت والحاجات عمرك دي. خدت مقلب لما اشتريت حاجه اونلاين؟ ما انا بقول لك اهو آه. 3 تيشيرتات ب 300 جنيه واربع تيشيرتات جبت قبل كده 3 تيشيرتات. ماشي. انا اتخميت. عارف انت لما تبقى حاجه كتف كده داخل عليك من هنا واسعة كده، بس عايز تعمل برويتا فاهم لابس إزاي؟ مريالة. ففي حاجات برضه. جبت مثلا قبل كده كوتشي بصراحه قعد معايا اسبوع، التاني بدا فاهم الماتيريال نفسها بتاعت بيقشر؟ الحاجه والفينش والكلام ده كله برضه نفس الكلام. فهتلاقي حاجات. جبت بقى مره قبل كده شنطه، صراحه انا في حياتي ما جبت شنطه احلى منها. فهتلاقي من ده وهتلاقي من ده بصراحه، يعني مش هتلاقي الصراحة كله كويس وكله وحش يعني. عمرك يا هتلاقي كيمو كلت مقلب في حوار الشراء الاونلاين ده؟ والله بص كتير، ولا وفي حاجات بتصيب بتطلع حلوه فشخ. يعني اخرهم مثلا كنت مسافر سفريه من قريب، عارف انت اللي هو حوار الوشم والتاتوهات والحاجات دي. فكنت فتره كده، كنت فتره كبيره قوي كنت في حفله زي بتاع تشير موفرز، هو حاجه زي الماشين كده بماده يعني بيحطها لك. فكان في بتاع واكل دماغي فشخ، كنت عايز ارسمه على ايدي وبتاع، قاعد يقول لك ايه ومش اللي عارف هو غلط بالمناسبه، يعني ما ينفعش نعمل تاتو، بس تمام. المهم انا حريه شخصيه كل واحد له حريته الشخصيه. فالمهم اشتريت زي بتاع تاتو كده، وايه كان شكله مسخره فشخ، بتاع بطه كده وبتاع، ولابس نضاره شمس وبيتحط هنا. المهم اشتريته، كان والله العظيم ب 800 وشويه، بس هو بتاع ميني كده صغير ومعاه طرق الشرح. كنت في العماره وخليت حارس العقار هو اللي استلمه، اللي قلت لحد ما اجي، ولبست بقى يا معلم، رحت دفعت. فالمهم قريت الشرح
هو مش عارف ايه بتحط كده بشكل معين وفي زي ماده وبعد كده بتسيبه. ماشي. حطيته ما فيش حاجه ظهرت، الصوره نفسها اختفت اصلا من على البتاع وما فيش حاجه، وال 800 جنيه في الارض. ده اخر حاجه لسه ما عرفتش ترجعه، ما اتضربت فيش أي فيه حاجة. ولا كل سنه طيب بقى. قال لي لا يا فندم ده استخدام خطا يا فندم ومش عارف ايه وبتاع. ما فيش خلاص. دي اخر حاجه لسه اتصيت فيها والله من قيمه شهرين كده ولا حاجه. موضوع برضو السوشيال ميديا، يعني انا عمال بفكر كده مثلا هيبقى عامل ازاي كمان كام سنة. يعني احنا دلوقتي او مثلا من 10 سنين اول ما بدأنا نمسك سمارت فونز وبتاع، كان الموضوع ميتافيرس بقى. بالنسبة لنا كان جديد في حتة ان انت ايه. اصل قبل السمارت فونز كنا بنعمل ايه مثلا؟ كنت ترن رن على صاحبك زي ما كنا مثلا بنتكلم في اول حلقة. مش عارف ممكن تبعت مسج، والمسج كانت غالية وحاجات كده. فجي بقى موضوع النت والسوشيال ميديا بقى سهل ان انت تبعت رسالة في اي وقت وتعمل اللي انت عايزه. بس الواحد بيفكر هل بعد كده فعلا هنعيش بقى في عالم افتراضي؟ يعني هل بعد كده أيوة، خلاص ميتافيرس، بقى؟ الميتافيرس هم بيتكلموا عليه والقصص دي قصدك؟ ما هو انا عايز اعرف ايه المستقبل. يعني انت دلوقتي خلاص احنا بقينا مسجونين في فكرة السمارت فون، انت بقيت ماسك الموبايل بتاعك على طول وبتعمل كل حاجة من الموبايل بتاعك. يعني انا حرفيا بعمل كل حاجة. ده حقيقي يعني كل حاجه كل بتكلم حاجه. الناس، بتعمل كل يا باشا انت حاجة، بتظبط بتخلص ميتنج، شغلك، بتظبط بتظبط خروجه. الميتنج. ما هو ظبط خلي بالك، خروجه. هو الميتافيرس هو فعلا المستقبل اللي جاي. يعني بعد كده مش هنخرج انت بقى من البيت بقى لا مش ونعيش هتخرج، انت بقى هتشتري اراضي، هتبقى العمله هتبقى بيتكوين. ده تخيل بيحصل بقى كده. دلوقتي. طبعا. هتبدا تشتري اراضي، تبدا تشتري قصر محدش اشتراه قبل كده، تبدا يبقى ليك اصحاب. هتلاقي كل الموضوع بقى بالنسبه لك وانت قاعد في بيتك بتتخيل. في مسلسل معرفش حد فيكم شافه ولا لأ، اسمه ابلود. كان واحد صاحبي الله يمسيه بالخير اسمه خالد. ابلود. يا نهار أبلود؟ اسود. آه. ابلود ده عباره عن ايه يا معلم؟ انت خلاص قدامك حاجه من الاثنين، يا تموت كبني ادم عادي طبيعي وهتدفن والقصه دي، يا بتروح لمكان في ماشين هتحرقك وتبخرك في لحظه، فتتحول لزي شريحه كده زي سيم كارد، وتخش جوه عالم افتراضي الى البرزخ بقى. انت لما لا نهايه بقى. وجوه المكان ده انت قاعد يا في فيلا يا في قصر يا في شقه ايا يكن ايه، وكل حاجه هتشرب كوبايه ميه، هتخرج خروجه بيدفع لك من ناس عايشه بره، وتكلم اللي عايشين كمان. ويا جماعه حد فاكر انا فيلم قعدت اتخيل ده لو ماتريكس؟ اتعمل بجد لو ايه. حد فاكر فيلم بتاع ماتريكس ماتريكس؟ طبعا. انا فاكره بس مش فاكره قوي يعني. لما كان بيبقى هو اصلا فكره ماتريكس ان هو بيبقى نايم مثلا على شازلونج او بتاع ومحطوط له هما بقى كانوا نبضات عايشين، قلب فانا مش والكلام ده فاكر كله. قصته قوي، بس هو أنا كان بقول عالم لك مش فاكر افتراضي أوي. برضه. وكان برضو كان ده بدايه الافتراضيه ايوه أصلاً. ايوه فكرة صح. كان ماتريكس دي كانت بدايه ليه يا عم؟ الافتراضية. في قبل انسبشن تقريبا اول حاجه اتكلموا عن لا، قبل عن ماتريكس، قبل عن Inception. العالم ماتريكس قبل انسبشن. ده ماتريكس ده من زمان جدا. اعتقد. مش ايوه عارف. ماتريكس اول جزء ده يا نبقى جماعة ده نتاكد منها بس مش ده عارف. اصل انسبشن ده بقاله قد ايه يعني؟ بقاله 15 سنه ولا 10 بس هو سنين. انسبشن كان اعتقد ليه علاقه ماتريكس بالاحلام بقاله 20 اكتر. كان بيخش جوه حلم كان جوه حلم الأحلام جوه حلم أكتر. جوه حلم. آه. ايوه Inception ماتريكس كان ده حوار، ده كان قصه، ده أيوة. الكلام ده في اوائل الالفينات مثلا. ماتريكس، فيلم ماتريكس الجزء الاولاني ده، فده كان اول حاجه بقى اللي هو بما اننا كنا بنتكلم على الامهات الحلقه اللي فاتت، فحد ليه موقف كوميدي مع الامهات في موضوع السوشيال ميديا؟ يعني اتكتب لك مثلا مره بوست ما ينفعش يتكتب على الوول بتاع. لو طبعا امي يا كتبت غاليه، لي يا غاليه ابن الغاليه، يا روحي يا قلبي يا عمري، تحس بقى ان ايه، فاهم؟ ايوه وانت تبقى- كبير شحط كده. فاهم؟ تبقى وعيتي سودا. ودلع. وعيتي سودا لو وتنادي امي عملت لي بأسامي مثلا دلع. منشن في الكومنت ولا نزلت لي بوست وانا ما رديتش عليها، طب ابني ولا اعرفك حرفيا. وتبدا بقى في مناقشات، تبدا بقى يعني مثلا انت خلاص يا عم مثلا كومنت وبتاع وانت رديت عليه، فتبدا بقى الموضوع يسترسل، طب انت يا ابني ما بتجيش ليه، ونبدا نخش بقى الموضوع. لا ده بيحصل دلوقتي في ما إن بين هو المفروض الصحاب الكلام كمان. ده تعالي في الشات لا او الخاص مثلا انت طيب. ايه، انت جاي في الطريق في الكومنت تحت انت بس جاي. اقول لك حاجه، حتى الحوار ده يعني بقيت احسه بيحصل فعلا حتى في يعني مثلا انا حطيت صوره، فواحد يخش يكتب لي كومنت فاقول له انت وحشني يا عم وانت كمان وتقعد بقى تك نعمل بس شات يعني اصلا. كبرها وتروح أيوة. مكمل بقى حرفياً. تقول له تعالى بقى مثلا على احنا ما انبوكس. بنتقابلش ليه مثلا يا عم؟ انا قلت كلمتك كذا مره، ونبدا بقى كل ده نفتح في بقى الكومنت حوار أصلاً. وقصه طب وليه بقى يعني الموضوع او بيبقى فيه مثلا سنس كده ايه، انت شوية. تبقى يعني انا مره كنت منزل صوره مثلا ومش فاكر امي راحت كاتبه لي ايوه ما انتوا كنتوا عندنا النهارده، وانا ما كنتش قايل تقريبا برضو لناس اعرفهم في الشغل او حاجه. طب ليه كده طيب؟ فضحتني. طب ليه كده ليه طيب؟ فضحتيني يا ام؟ لو ما أيوة، تقدرش أيوة. تعمل حاجه بقى ما انت هتقول ايه يعني؟ ما تمام. سؤال مهم، حد فيكم اتعرف على حد على السوشيال ميديا يعني كونت صداقات حصل؟ في ناس اتجوزت يا باشا انا اتجوزت من عن طريق السوشيال اتفرج ميديا. يا باشا. معانا حصل. حاله اتجوزت، حصل. احكي لنا مجدي. ولا اي حاجه. كان كنت انا شغال انجلش انستراكتور وبتاع، الكلام ده كان من كام سنه يعني. وكنت بروح بقى بدي محاضرات في كذا مكان، من ضمنهم يعني الجامعات كلها، جامعه القاهره، جامعه عين شمس وهكذا. فبالصدفه يعني كان بيبقى في ناس تبعت لي عشان خاطر موضوع الايه، اللغه.
يعني ناس مثلا تسالني طب انا عايز احسن اللغه بتاعتي اعمل ايه، طب الكورسات، طب ايه رايك في المكان الفلاني. فانا ايه يعني زوجتي دلوقتي من ضمن الناس اللي عملت كده، بعتت لي لو انا دلوقتي عايز ايه، هي مدرسه برضه، مدرسه انجلش وبتاع. طب انا عايزه اخد كانت بتتكلم بقى في الدراسات العليا والكلام ده. تمام، عايز اخد الشهاده الفلانيه، هل هتنفعني دلوقتي؟ وبتتكلم معايا في حاجات ليها علاقه بالايه، بالشغل. خلاص. بس الموضوع فضل، وبقى حضرت لي تقريبا برضو محاضره في الجامعه وبتاع، ومفيش اي حاجه. خلاص احنا ما نعرفش بعض. هي الموضوع كله بدأ كده ان هي قاعد على الفيسبوك عشان خاطر انا واحد هي مهتمه بالمجال بتاعها بتتابعني وكده. وفضل الموضوع ماشي كده ايه سنه وشويه او حاجه. بس لحد ما الظروف بقى جابت بعضها وبتاع، كان ساعتها فتره الكورونا ومش عارف ايه، وما كناش بنعمل حاجه غير ان احنا بنشات يعني. لحد ما فعلا خلاص بقى يعني ما تفهمش سبحان الله النصيب اللي هو طب خلاص، طب ما انا شفت مثلا ان هي تنفع مع اني ما اعرفهاش ولا اعرف اهلها. خلاص، طب ما انا شفت مثلا ان هي تنفع تكون زوجة ليا، فليه لا ما جامد. اروحش وبتاع واخد خطوة والكلام ده. بس قدرت تقيم علاقتك كامله مكمله عن طريق ما شات احنا من غير ما اتخطبنا تقابله؟ بقى لا يعني اقصد قابلته مثلا قبلها في الفتره ولا دي؟ اي حاجة، ولا اتقابلنا ولا اي حاجة خالص. والله، سبحانك يا رب. ولا اتكلمنا حتى في التليفون مم. ولا اي حاجة خالص. ايوه، لان في جوازات خلاص دلوقتي بقت عن طريق الماسنجر، هي في بلد وهو ولا في اي بلد حاجه وخلاص. وعايز اقول لك بتتم حتى ما وخلاص. اتكلمناش في ان احنا مثلا بنحب بعض، ولا لان ما هو ما فيش حاجه اصلا، بس فاهمني. انا بشوف دايما، انا واحد من الناس بصراحه مش عايز اسالك السؤال ده. انا عشان اكون علاقه ما بيني وما بين واحده لازم احنا نتقابل كتير، ننزل نخرج نتشاكل والله نعمل، بص، عشان عارف الحاجات دي اللي انت بتبين. عارف انت ما هي النصيب. بتبقى في الاول بس كده اللي هو انت هو اللي هو تشاء دي الاقدار، عارف اوكي جمله ماشي يلا جمله بينا. تشاء الاقدار. اه سبحان الله. سبحانك يا رب بس فعلا. رحت وبتاع وبعت لها الاول، قلت لها انا عايز ان انا اجي وكده، ورحت. وفعلا كان في الاول الموضوع طبعا في تخوف لان احنا ما نعرفش بعض والعيلتين ما يعرفوش بعض واحنا ما فيش اي حاجه. بس وربنا اراد الحمد لله ان الموضوع يكمل ويتم واتخطبنا والموضوع مشي، ومعانا لارا دلوقتي عندها ما 9 شاء شهور. الله. ربنا يخليها. بس يعني ففعلا حته ان انت ممكن تتجوز من عن طريق السوشيال ميديا دي حصلت لي انا شخصيا. بس مش معنى كده انه ده بيحصل على طول يعني. هي ده حقيقي. في ناس كتير بتاكل مقالب وبيحصل 1% معاها يعني مشاكل 1% فعلا، يعني هي او مميزات 10. برضه ليها عيوب، يعني برضه ما تقدرش تقول ان هي لا حاجه غلط، وما تقدرش في نفس الوقت تقول لا هي صح 100%. هي لو تمت بالطريقه الصح بالشكل المظبوط هتلاقي دي الموضوع طبعا تمام. بتختلف بقى بس من طبيعه الشخصيه طبعا، ومن شخص لشخص اكيد بتختلف يعني. دي هو حقيقة. عايز يمشيها صح ولا عايز يمشيها غلط، ما هي نوايا هي اللي بتفرق في الاول وفي الاخر. دي حقيقة. عارفين اكتر حاجه الفتره الاخيره دي بصراحه بقت تضايقني ايه؟ حرفيا كل من هب ودب يلا هنعمل تشانل على اليوتيوب، قاعد ناس مش عارف قناه ايه، والناس قاعدين على الارض وبياكلوا وبيعملوا بتاع. ما هو ده بقى مصدر رزق، ده بقى مشروع دلوقتي. يعني اقول لك زي على اللي حاجه، بتعمل كفته في اوضه يعني- النوم يعني واللي بتقلي هو طعميه في ما ناس اعرفش. يعني بترتضي تعالى ده. تعالى نقسمها 3 انواع. اه اول نوع بالنسبه لي والله العظيم انا ده بجد يعني ربنا يصلح حاله دلوقتي في حياته، ما اعرفوش بس بحبه جدا. شادي سرور مثلا بالنسبه لي، شادي سرور كان اول الناس اللي فعلا عملوا فكره اللي هو الحاجات الطريفه والسكتشات الصغيره وبتاع. عارف الموضوع ده مستفز في ايه؟ عامله زي فكره مثلا اول ما كريب فتح هوب 100 محل يفتح كريب، هوب بحس دايما عندنا في مصر فكره التقليد دي بتحصل كتير فشخ، ده ويلا طبيعي. كلنا نقلب بعض. ما هو طبيعي، بس طبيعي عن ايه؟ لا طبيعي بمعنى انه ده اللي بيحصل فعلا ايوه في ماشي مصر. ماشي، بس ايوه دي المشكله في حقيقة. ايه؟ كل من هب ودب يعني مثلا في مجالنا انا وانت مثلا يلا انا فويس اوفر، الحاجات الريلز بتظهر انستجرام، الفويس اوفر مش عارف رقم كام 3 بيجيب لك فلوس، يلا انا هعمل ده انا عايز اقول انا معايا لك موبايل، انا معايا سكريبت، انا هعمل فويس يعني اوفر. انا راجل فويس اوفر بقالي 5 سنين. عايز اقول لك انا شفت كميه ناس بتخش اللي هو ما يعرفش اي حاجه، ما يعرفش يعني ايه اصلا فويس اوفر. انا صوتي حلو، ناس قالوا لي بالظبط. ينفع اخش ابقى فويس اوفر. والله ما يعرف الالف من كوز الدور. عايز اقول لك هو مش المشكله في كده، يعني انا واحد من الناس، ما انا دخلت في الموضوع وانا كنت لسه بتعلم. بس المشكله ان هم ايه، انت داخل لا عارف المجال ولا عارف تفاصيله ولا عارف بتعمل ايه، ويجي واحد كده عايز شغل يقول لك انا عايز شغل انا عايز تروح فويس تقول له اوفر. باشا والنبي خدني وممكن اشتري لك غدا واعمل أعمل لك أي حاجة يا المشروع باشا. اعمل لك اي حاجه يا باشا اللي هو تحت امرك. وتعرض عليه تكتب له بيتك نص بيتك بيع وشراء. مش منطقي يعني. ما انت المفروض تسال وتتعلم ما هو وتشوف. ده بقى القرف. وعندك ناس تانية مثلا زي ما بقول لك ايه، حته السكتشات دي بعد شاي سرور مثلا، ناس كتير والله دمها تقيل وتقعد. وفي ناس شاطره فشخ يعني مثلا محمود سيسي ده انا بحبه جدا، بيعجبني قوي سكتشاته. وناس كتير بصراحه غير محمود يعني، بس أنا اللي بيجي في دماغي بقوله
عندي مثلا ناس بتوع الفود بلوجر مثلا منعش ده جامد فشخ. في ناس بقى الراجل ده انا نهار بحبه أبيض، انا الراجل ده بحبه الصراحه، جدا. راجل في لذيذ. برضو مش عارف اسمه شريف ايه اللي هو زي موضوع الفود بلوجرز دول برضو بقى ده آه، خلاص آه، بقى، آه. في ناس خلاص بقى فعلا خلاص. طبعاً. في ناس فعلا في ناس مثلا يعني منعش ده مثلا من اسكندريه، بس انا بعشقه وبحبه جدا. طريقته اصلا خفيفه ولذيذ ومرح وفي وبتاع. كذا حد وفي حلوين ناس حلوه، الصراحه. وفي مش عارف اسمه شريف ايه اللي هو مليان مش فاكر. المهم يعني في ناس برضو ما تعرفش حاجه، ويلا احنا فود بلوجر، يلا احنا مش عارف ايه، يلا احنا هنعمل بلوجر، يلا هننزل نصور. اي ما حد هو بقى معاه بص، موبايل، هو اي حد بقى هي معاه موبايل الفكره الناس بقى كارثه. بتستسهل. انا بالظبط. هعمل برنامج، انا هعمل بتاع، انا هعمل مثلا زي انا هعمل بودكاست، هعمل كذا. طب الفكره احنا مثلا كده بدانا، فانت راجل ليك في المجال ده، انا واحد برضو في المجال ده من 2013، انت راجل فويس اوفر بقالك فتره، سمح نفس الكلام. وعندنا هدف، عندنا حاجه، مش اللي هو يلا ندوس، يلا نعمل زي ما انت قايل كده قناه عشان مش عارف ايه، كفته ايه، بتتعمل ايه، ايوه، بتاع لا ايه، أصل انت بتاع. الفكره انت هتقدم حاجه، هتدي عندك قيمه، محتوى هتاد فاليو. عندك محتوى بس حلو فشخ، ده كل دوس الموضوع. دوس، ناس كلها يعني تتفرج عارف، عليك حتى وتشجعك. لو تجارب انا ما عنديش مشكله، يعني الناس اللي بتحكي تجاربها بس الناس تتعلم منها حاجه، بالظبط او تفيد الناس بحاجه. بالظبط يا سيدي حتى لو هيبقى الموضوع مجرد يا انترتيننج عم، حتى وانت لو موضوع خفيف ودم خفيف وحلو، بالظبط، الناس حتى لو هتتقبلك وهتحبك. يعني زي ما بيقولوا إن حاجه ترفيهيه، الناس بالظبط. هتشوفك بتعمل الراجل اللي انت حاجه لسه قايل لي عدله. عليه ده اسمه راجل مسخره بتاع الجيمز ده، انت كنت لسه حكي عليه، بتاع الجيمز انهي؟ مش فاكر، كنت حكيت لي كده على واحد بيعمل فيديوز بيطلع يهزر وبتاع. هنفتكره. بس هو في ناس مش كتير مهم. في ناس كتير بتقدم حاجه كويسه تتفرج عليه. امم بس مثلا زي ما بقول لك، احنا كنا بنتكلم مثلا على موضوع التيك توك. طب ما دلوقتي بقى خلاص انا ممكن ما اشتغلش اي حاجه في الدنيا بالظبط، واطلع واطلع افتح لايف كبس ويلا يا وهجيب عم. فلوس. وبص، بيفكرني موضوع الشحاتين بتاع زمان. فاكر انت الافلام القديمه اللي هو يروح لمكان كده، هم عصابه اصلا بيوزعوا شحاتين على المناطق، يروح قاطع له دراعه، هو ما اعرفش اعمل له ايه، وينزل يشحت بيه. هو نفس الفكره بقى دلوقتي، بقيت احس كده في التيك توك. يعني التيك توك يجيب اي حد عنده عاهه ما، وطبعا هي دي مش حاجه تعيبه، بس انت بقيت بتستغلها ان انت بقيت بتشحت، وده حرام بقى تقريبا، تسول ده بقى اصلا تقريبا على التيك حرام. توك. يعني مش عايز اتكلم ويا دينيا، باشا، بس تقريبا ويقول النقطه لك دي انا انزل حرام اشتغل اصلا. واتعب ليه؟ ما انا اجيب بالظبط. اجيب تليفون وافتح لايف، والناس تكبس وتعمل وخلاص بس. يعني الموضوع ده فعلا بصراحه بحس ان هو بيهدر حق ناس كتير عندها الموهبه او عندها فعلا ده. يعني في ناس على التيك توك برضو يطلعوا بحق الله بيقلدوا ممثلين جامدين جدا جامدين جدا جدا. يعني في تقريبا اسمه عمر شرقي، ولا اسمه عمر شرقي، اسمه مش فاكر، بس اسمه انا عارف انت ده تتكلم عليه. هايل، هو ده هو هايل راجل لا، ده موهوب وراجل جامد. هايل. عايز اقول لك هو بيعمل في كل حاجه، يعني هو حرفيا بيصور ده ويمثل فظيع، ده ويمنتج فظيع ما شاء الله عليه بجد. وان مان تمام. شو يعني. فاقصد في فرص ناس يعني بتبقى شاطره جدا، بس بيهدر حقهم بسبب التسول، حرفيا لا يقال لا عليه بس والله عايز اقول لك بسبب التسول اللي لا، بيطلع. والراجل دلوقتي ما شاء الله يعني اعتقد دخل في لا وما التمثيل شاء الله، لا ربنا وبقى ربنا وفقه وطلع في كذا حاجه كمان. بس ده اقصده من كتر القرف اللي بيحصل، تحس ان ده بيضغي على الناس ما طبعا، اللي وذوق عندها بيأثر في افكار. ذوق الناس مع الوقت. وفي يعني كان يعني مثلا يا سامح، انت دلوقتي بقيت تلاقي الناس زي ما بيقولوا كده الذوق العام بقى عامل كده. لو انت الناس بقت بتتفرج على حاجات وبتشوف حاجات بقى خلاص، هي مش فارق معاها ان هي حتى تكتسب قيمة، او ان هي تتعلم حاجة، او حتى تتفرج على حاجة تكون ترفيهية بس تكون حلوة. يعني انت ملاحظ ان ده مثلا مؤثر في ذوق الناس؟ اه طبعا مؤثر. يعني بص، الناس عامة على حسب المتلقي يعني بياخد الكويس وبياخد الوحش. امم ففكرة ان انت بتبدأ ان انت تنقي بقى، يعني تشوف ايه اللي بالنسبة لك اللي هيبقى مناسب اكتر، بتبقى على حسب كل شخص. يعني كل واحد بيبقى على حسب هو ايه حابب ايه اكتر. بس فكرة ان انت يبقى الكل اللي بيتقدم لك وحش، او كل اللي بيتقدم لك سلبي، او اغلبيته بيبقى سلبي، فكرة الحاجة الحلوة دي ما بقتش موجودة. انا شايف انها ما بقتش موجودة للأسف. بقى كل واحد دلوقتي بيبقى عايز شهرة، بيبقى عايز نجومية، بيبقى عايز ان هو يتعرف في المجتمع اللي حواليه بأبسط الطرق وبأي حاجة. مش شرط ان هو حتى مثلا لو هيبيع يقدم حاجة كرامته، هادفة. حتى لو هيبيع يعني كرامته. مش شرط يعني ان هو عارف يقدم برضو. مثلا حاجة هادفة او حاجة كده يعني. فانا طول الوقت ببقى متلقي حد بيعمل حاجات غريبة، حد بيصور اهل بيته، حد بينتقد حد بيشتم حد. فانا طول الوقت بيتقدم لي منتج رديء. صح، نادر قوي لما بيتقدم لي منتج حاجة كويس. كويسة بس تتفرج في عليها. الاول وفي الاخر البني ادم بيختار المنتج على حسب هو، يعني هو ايه بالنسبه له، شايف نفسه ايه، يعني شايف نفسه فين. انت عارف برضو يا سامح، احنا عايزين ناخد رأي الناس في فكرة، هل اي حد بقى عنده الحرية ان هو يعمل محتوى وينزله على السوشيال ميديا، ولا لازم يكون في معايير تقول ان الراجل ده مثلا يعمل ده او لا؟ يعني هل دي حرية شخصية خلاص، ولا دي بقت حاجة بتأثر في المجتمع وفي الناس وحتى في ثقافة وحضارة بلد؟ فعايزين برضو كده تفكروا معانا وتكتبوا لنا آرائكم في الكومنتات. طيب، بما اننا بنتكلم برضو عن السوشيال ميديا،
فعايزك تقولي مثلا على اغرب ابلكيشن شفته او اغرب فكره ابلكيشن شفته في حياتك او بلاتفورم منصه يعني انا مثلا في سمعت عن ابلكيشن كان موجود على اي او اس على ابل بس مش فاكر ده يعني ما اعرفش ده حقيقي ولا لا، بس هو عباره عن بيضه ذهب. يعني الابلكيشن عباره عن انه هو ايه، انت بتخش الابلكيشن عليه صوره بيضه ذهب معموله انيميشن كده، بس شرط هو برنامج مدفوع تدفع فيه، مش فاكر كان $1000 ولا حاجه زي كده. بس ايه الفكره بقى يا معلم؟ ان انت لو اشتريت الابلكيشن ده وعندك القدره تبقى من الاغنياء. ايه ده؟ تبقى غني بس كده بس كده. فهو مثلا كان في معرفش كام الف واحد هم اللي دفعوا في الابلكيشن ده. اوكي. فهم كده ايه، احنا اغنياء يا باشا، احنا بس اللي مشترين احنا اللي الابلكيشن نملك هذا الاب. انا نفسي اعرف الفكره جت ازاي للديفلوبر اللي عامل الابلكيشن ده، راجل برنس جامد فشخ. لعب على ايه في دماغ الناس دي. جاب فلوسهم من لا شيء يا باشا. ده بيقول لك $1000 باين عمليه الشراء الواحده، وفي بتاع مثلا 20,000 واحد مشترين. يعني راجل يعني بالميت هنقول مثلا عمل له $20,000 من ولا حاجه ولا حاجه حرفيا. كيونت لا فكرة يا ابن حرفيا الذين كيونت. ايوه والله ولا حاجه. كيونت انا كيونت برضو كانت بص من زمان قوي، ده كيونت دي من بس زمان كيونت دي جدا، كان بس مشاريع. ناس عملت منها فلوس من ولا ده حاجة. انيل مفيش من حاجة كيونت. أصلاً. ده ما عملش حاجه مفيش حاجة. اصلا. طب على الاقل فعلا، طب هو تصدق كان كيونت على الاقل يقول لك مش عارف ايه، يخش وينزل ويتعب ويعمل لك ميتنج ويعمل مش عارف ايه وهتاخد كورسات فيه او هتاخد ساعه ومش عارف تاخد بتاع البالانس، تاخد بتاع البالانس ويعزمك على مشروب وبتاع ستاربكس. فاكر اي ستاربكس حته فرع بقى. انت مش بتسكت على كده، انت بتبقى عايز تقلده وتعمل نفس اللقطه مع ناس حواليك. وهتجيب البي ام دبليو ومش أنا عايز عارفه أقول لك- تلبس براند ايه يا مان. انا اول مره يتعرض عليا موضوع كيونت ده كان عندي 17 سنه. كنت قاعد بقى مع ناس كبار والله، يعني مثلا ناس عندها 50 سنه، ناس كبار اللي هو وانا قاعد في النص أنا كده بقيت غني، يعني خلاص. القعده نفسها توحي لك انا بقيت غني خلاص. ويقول لك بقى ايه، ركبت التراك. لا يكلمك اللي هو انت عندك استعداد تدفع كام مثلا، عارف بقى بيتكلم بقى اللي هو يحسسك ان انت لو قلت مبلغ صغير تبقى تعبان. دخلت يا عم 20,000 جنيه كان ساعتها 20,000 جنيه ده رقم كبير خلاص. كان الدولار كان ساعتها بقى مش فاكر ب 4 وعايز اقول لك المشكله ان هو صدقني وانا ما كانش معايا ولا مليم. وانا قاعد معاك انا عايز تستلف، تحس انك عايز تستلف وتجيب من امك وابوك وتسرق يا باشا انا ما معيش فلوس، انا رايح اقعد وخلاص. هو واحد صاحبي قال لي تعالى فجيت وكنت قاعد في كافيه نضيف وبتاع. ايوه هو لازم وشربت مش فاكر كابوتشينو ساعتها ولا هو بيرسم لك الطعم بس بيعمل لك ايه. انا بقى اشتغلت كمين معايا، علشان تلبس. انا مشيت معاه في الموضوع. انا 20,000 جنيه استاذ محمد مثلا قال هندفع ايه 20,000 جنيه، وده طبعا مبلغ مش كبير خالص. فقعد بقى يتكلم بقى ويسوق ويبيع وفي الاخر خالص طب انت معانا؟ قلت والله افكر اشوف كده الدنيا فيها ايه. قال لك ايه؟ قال لك انت مش لسه قايل لي 20,000 مزاد تفتح مزاد. عمل حته مقلب ابن كلب. في مره يا معلم كان بيدور على شغل، فالمهم ايه كان لقى اعلان على النت وبتاعه، دخل وبعت والكلام ده. قالوا له يا فندم تمام عشان بس احنا عدد كبير قوي، فالانترفيو معمول في كافيه مش عارف فين كده في عباس العقاد. فهو استغرب قال لك ايه ده يعني، فبيقول لها ليه ومش ليه، يعني ايه الموضوع ليه، يعني مش المفروض يكون مقر شركه. قالت له لا اصل احنا زي مكتب توظيف وبتاع. فهو ايه شك من البدايه، قال تمام يروح. المهم راح فهرش الحوار من اوله ان هو ايه حاجه ليها علاقه برضو بالتسويق الشبكي والشغل ده. المهم قعد وعايشهم في ميه البليله ان انا خلاص معاك، وطلب مشاريب واكل وبص وعامل صح. طب ايه هندفع؟ قال لها خلاص تمام انا موافق جدا، بس انا معيش كاش، انا بس عايز اي ATM اطلع اسحب منها حالا، وهكلم واحد صاحبي وهجيبه وبتاع والكلام ده. قالت له خلاص ماشي تمام. طب فين؟ قال لها قالت له مش عارف ايه مثلا بره على الشارع. طلع خلاص. طلع الباشا كان محضر نفسه طالب اوبر. اول ما طلع راح راكب اوبر ومشي. راحت مكلماه يا فندم حضرتك فين انت اتاخرت؟ قال لها ما بصي بقى المشاريب اللي انا شربتها ده حق القعده والله ساعات صيع، دي حق القعده اللي انتوا قعدتوها لي. يلا خلاص انت روح اعمل لك المشاريب كانت حلوه قوي على فكره. انا عايزك تشكري لي حرفيا ده اصيع لقطه شفت حد عملها مع العيال الزباله بتوع كيونت والشغل ده. طب سؤال، انت اشتركت في كيونت؟ لا طبعا. أنا بعد كل اللي بحكيه لك ده انا اتلسعت. انا اول شركه دخلتها في حياتي كانت اسمها جيموي، بعد كده زمت، بعد كده دخلت في 100 اسم و100 شركه. لا المشكله مش في كده، المشكله ان هم بيتكلموا يعني مثلا بتلاقي لهم فيديوز عارف انت اللي هي الخطابات التحفيزيه وبتتشجع. انت مش شجره انت لازم تعمل اللي هو كل الناس دي عندها شركات وانت لا يا حقير لازم تدفع. ايه يا عم في ايه لا ويتكلم بص بنرف وبتاع ويبقى مقنع جدا فشخ، وتحس ان خلاص انت لو ما دخلتش. واكتر ناس بتقتنع بيهم الشباب الصغير اللي في الجامعه، لو بيحس فعلا ان انا عايز ابقى عندي عربيه زي بيبقى عنده طموح. الواحد مش هيخشوا يروقونا بعد كده بقى في كومنتات لا ما خلاص انقرضوا والله انقرضوا خلاص بقاش لا موجودين. حتى لو موجودين صدقني الناس دلوقتي بقت واعيه اكتر من زمان. الناس دلوقتي بقت عندها وعي اكتر من زمان.
بس ما فيش الهري ده حرفيا، خلاص جه عليه الزمن. والله بص، هو لو قعدنا نتكلم عن السوشيال ميديا مش كتير هنخلص. مش هنخلص، بس يعني اتكلمنا في شوية حاجات حلوة كده، دي حقيقة. فنترك الكلمة ده حقيقي. للباش مذيع سامح سيد ينهي هذه سامح الحلقة. والي. وننهي هذه الحلقه لا يا بص، جماعة. عايزك تنهيها بقى زي السوشيال ميديا، زي انت عندك السوشيال ميديا. السوشيال ميديا يا جماعه النهارده كالكليتر. بيتريق عليا. وطبعا دلوقتي بعد ما شفنا الكلام الكتير ده، عايزين طبعا رأيكم في الكومنتات على السوشيال ميديا، ايجابياتها وسلبياتها ايه. وطبعا مبسوطين ان احنا شفناكم النهارده. باي باي. باي. باي.